السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايب قلبي طلاب تالتة سنة دفعة 2026 في كل مكان. الفيديو اللي فات كنا خلصنا فيه الهيكل المحوري، وإن شاء الله الفيديو ده نخلص الدعامة بقى كلها، الهيكل الطرفي، وهناخد الغضاريف والمفاصل والأربطة والأوتار. فعايزكم تركزوا معايا تسمع الفيديو كله، وإن شاء الله هتخرج من الفيديو ده فاهم كل حاجة كويس جدا ومفيش أي نقطة هتقف قدامك. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا فيه على الجهاز الهيكلي، وده كان أول بداية للدعامة في الإنسان. قلنا إن الجهاز الهيكلي ده بيتكون أول حاجة من الهيكل العظمي، اللي هو عبارة عن كل عظام الجسم بيتكون منه 260 عظمة. قسمناهم إلى هيكل محوري اللي هو 80 عظمة، ودول خلصناهم خلاص. والجديد بقى اللي احنا لسه ما خلصناهوش قلنا فيه الهيكل الطرفي 126 عظمة. وقلنا الجهاز الهيكلي برضو بيتكون من الغضاريف والمفاصل والأربطة، وآخر حاجة الأوتار. يبقى انت عندك الجهاز الهيكلي الهيكل العظمي 206، خلصنا المحوري. هناخد دلوقتي الطرف ال 126، وناخد الغضاريف والمفاصل والأربطة والأوتار كلهم كلام بسيط. أول ما نخلص الهيكل الطرفي ده هناخد الغضاريف والمفاصل والأربطة والأوتار كلهم فيهم حاجات بسيطة، هنخلصهم على طول إن شاء الله ونكون كده خلصنا الدرس. هنتكلم هنا الأول على الجزء النظري، وبعد كده نخش زي ما اتعودنا على ال 3D أو الشكل جسم الإنسان 3D. ناخد كل الكلام اللي احنا قلناه ونعيد عليه بس بقى من الشكل 3D، وعليها نقول كل أفكار الأسئلة اللي ممكن تيجي من خلال الهيكل العظمي أو ممكن تيجي على الأسئلة. فتعالى نتكلم أول حاجة على الهيكل الطرفي اللي هو قلنا 126 عظمة. الهيكل الطرفي ده بيتقسم إلى حاجتين زي ما قلت لك، في الجزء اللي فوق الطرفين العلويان اللي هو الدراعين، وفي الجزء اللي تحت الطرفين السفليان. يبقى هنقسمه إلى حاجتين، في حاجة اسمها الحزام الصدري والطرفان العلويان، والناحية التانية الحزام برضو بس هنا الحزام الحوضي والطرفان السفليان. عشان تريح نفسك قاعدة عامة كده قبل ما نبدأ، وإن شاء الله هنعدهم كمان شوية. أي طرف في جسم الإنسان بيتكون من 30 عظمة. أي طرف في جسم الإنسان بيتكون من 30 عظمة، سواء كان دراعك اليمين أو دراعك الشمال، رجلك اليمين أو رجلك الشمال. يبقى لما أقول لك الطرفان العلويان الطرف ب30 يبقى الطرفين ب60. طرفان سفليان الطرف ب30 يبقى الطرفين ب60. يبقى 60 و60 120. يبقى أنت عندك الطرف العلوي اليمين والشمال أدي 60. الطرف السفلي اليمين والشمال يعني ايدك اليمين وايدك الشمال دول 60، رجلك اليمين ورجلك الشمال 60، ادي كده ال 120. فاضل 6. الستة دول الحزام الصدري 4 والحزام الحوضي 2. تعالى ناخدهم كده بالتفصيل. نبدأ أول حاجة بالجزء ده، الحزام الصدري 4 والطرفان العلويان. هناخد طرف واحد اللي هو 30 نعده، التاني هيكون زيه. الحزام الحوضي هم عظمتين هناخدهم، الطرف السفلي 30 هناخدهم والطرف التاني يكون زيه. كده نكون خلصنا الهيكل الطرفي. يبقى فاضل 4 حاجات، غضاريف ومفاصل وأربطة وأوتار، ونكون خلصنا الدرس كله. أول حاجة تعالى نتكلم على الحزام الصدري. ايه هو الحزام الصدري ده اللي هو بيتكون من 4 عظام؟ الحزام الصدري طبعا الكلام اللي احنا هنتكلم عليه، العظام اللي احنا هناخدها في الجنب اليمين زيها في الجنب الشمال. فانا مثلا هقول لك دلوقتي العظم اللي موجود في الجنب اليمين عظمتين، يبقى اكيد في الناحيه الشمال برضو في عظمتين كمان، يبقى 2 و2 4. فاول حاجه في الحزام الصدري، الحزام الصدري ده بيتكون من ايه؟ فاكر المره اللي فاتت لما قلت لك عظمه القص اهي ورحت موري لك شكلها، قلت لك ان بيكون اول فتحه ليها متصله بعظمه من الجنب من هنا وعظمه من الجنب من هنا. العظمتين دول اسمها عظمه الترقوه. الترقوه ديت من هنا بتكون متصله بعظمه اسمها عظمه لوح الكتف. يبقى انت عندك كده كام ترقوه؟ ادي واحده من هنا واحده من هنا 2. عظمه لوح الكتف ادي واحده من هنا واحده من هنا، يبقى دول كده ال4 عظام. يبقى الحزام الصدري بيتكون من ايه؟ بيتكون والله يا مستر من عظمتين. ايه هما العظمتين دول؟ عندك اول عظمه اسمها عظمه لوح الكتف، وتاني عظمه اسمها عظمه الترقوه. تعالى نبدا بعظمه الترقوه ديت. احنا لسه قايلين ان هي بتكون من قدام متصله بعظمه القص. فلو ده الجسم اهو، بتلاقي عظمه القص اهي من الناحيه ديت في الترقوه، من الناحيه دي في الترقوه. يبقى عظمه الترقوه ديت موجوده في ناحيه البطن ولا في ناحيه الظهر؟ لا ديت يا مستر موجوده في ناحيه البطن، يبقى ديت اسمها عظمه باطنيه.
يبقى لما اجي اقول لك عظمه اماميه او عظمه باطنيه، يبقى طبعا ديت عظمه الترقوه لان هي موجوده في ناحيه البطن. لكن لوح الكتف ده بيكون موجود قدام من ناحيه بطنك ولا من ورا من الظهر؟ لا، ده الكتف ده بيكون من ورا، على جنبين، على جانبي العمود الفقري كده. مش احنا قلنا العمود الفقري بيتصل بالطرفين العلويان بواسطه عظام لوح الكتف؟ فلوح الكتف ده اكيد جنب العمود الفقري، يعني بيكون موجود عظام ظهريه بتكون موجوده في الظهر. العظمه اللي في الظهر اللي هي من فوق ديت جنب العمود الفقري، لما تنشف ظهرك كده بتلاقي في عظمه بارزه كده من فوق، ديت هي عظمه لوح الكتف، هي عظمه الكتف. يبقى ده كده اول حاجه بالنسبه للترقوه ولوح الكتف. فلوح الكتف ده بيكون موجود في الظهر اهو، من هنا ومن هنا. القص من قدام من هنا، وادي الترقوه اهي والترقوه اهي. الترقوه بتروح جايه لفه من الجنب كده عشان تتصل بلوح الكتف، ومن الجنب هنا عشان تتصل بلوح الكتف، ومن قدام عاديه متصله بعظمه القص. يبقى الترقوه ديت عباره عن عظمه باطنيه، وبتكون متصله من الامام ومن الخلف. من الامام بتتصل بيه ومن الخلف بتتصل بيه. من الامام بتتصل بعظمه القص، ومن الخلف بتتصل بعظمه لوح الكتف. كده احنا خلصنا الكلام على الترقوه. طبعا في عظمتين ترقوه، واحده يمين وواحده شمال. طب عظمه لوح الكتف قلنا ديت عظمه ظهريه. شكل عظمه لوح الكتف ديت، وصف الشكل بتاع العظمه بيكون عامل ازاي؟ بتكون عظمه مثلثه الشكل. يبقى العظمه ديت بتكون مثلثه الشكل. يعني ايه مثلثه الشكل؟ بتلاقي شكلها عامل كده. ادي ديت شكل العظمه. فلو ده الجسم اهو، بتلاقي هنا الجسم اهو، وده كده الدراع. فده الدراع اليمين اهو، العظمه بتاعت الدراع طالعه متصله هنا بالكتف. عظمه ظاهريه مثلثه الشكل. طبعا انت شايف ان في طرف هنا خارجي اللي هو من بره الجسم، وهنا في طرف داخلي اللي هو جوه الجسم. فبيقول لك ان الطرف الداخلي ده بيكون عريض، عشان هو ده اللي جوه الجسم عريض اهو. لكن الخارجي ده طبعا اكيد هيكون اقل في العرض. يعني اللي جوه الجسم هيكون عريض، ولا اللي بره الجسم في الحته الصغيره ديت اللي هيكون عريض؟ اكيد الجزء الداخلي هو اللي هيكون عريض. طب الجزء الخارجي، زي ما انت شايف كده الجزء الخارجي بص عامل ازاي، طالع منه سن كده مدبب. فاكر عظمه القص قلت لك برضو ان في السن من هنا كده مدبب؟ يبقى السن ده كده مدبب من الطرف الخارجي. يبقى عندك هنا في عظمه لوح الكتف الطرف الخارجي ده بيكون مدبب. والطرف الخارجي المدبب ده بيكون فيه حاجتين. الترقوة بتيجي تتصل من هنا كده في نتوء، وفي عظمة اسمها عظمة العضد اللي هي في الدراع، الراس بتاعتها بتدخل هنا في فتحة. يعني ايه؟ يعني انت عندك هنا فتحة من جوه لجوه كده، بتلاقي العظمة بالشكل ده، بتلاقي فيه نتوء من فوق عشان تتصل بيه الترقوة، ومن هنا في فتحة لجوه كده، الراس بتاعت العظمة بتدخل جواها. يبقى الطرف الخارجي ده بيكون مدبب زي ما انت شايف اهو، ليها سن كده مدبب. الطرف المدبب ده بيحتوي على حاجتين. في اول حاجه نتوء، النتوء ده اللي بتتصل بيه عظمه الترقوه من الجانب. وفي تجويف، والتجويف ده عباره عن فتحه او حاجه مقعره كده. يعني العظمه اهي، ده كده العظمه. بتلاقي في راس العظمه اللي هي في الدراع، بتلاقي جايه داخله هنا كده عشان يرتبطوا ببعض. التجويف اللي هنا، التجويف ده اللي هي الفتحه اللي بتكون داخله لجوه ديت، اسمه هنا التجويف الاروح. التجويف الأروح ده بيتصل بيه الراس بتاعة عظمة اسمها عظمة العضد، وديت العظمة أول عظمة موجودة في الدراع. يبقى احنا كده خلاص خلصنا أول حاجة اللي هو الحزام الصدري اللي هو 4 عظام بيتكون من عظمتين. لوح الكتف واحدة يمين واحدة شمال، أدي 2. الترقوة يمين وشمال. الترقوة ديت عظمة باطنية أمامية بتتصل من الأمام بعظمة القص، وبتتصل من الخلف بعظمة لوح الكتف. والفيديو اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت وريتك موضع اتصال الترقوة بعظمة القص على عظمة القص كده، اللي هو مكان التجويف اللي هي بترتبط بيه. وهنشوفه برضو كمان شوية على هيكل العظم. لوح الكتف ديت عظمة موجودة في الظهر، شكلها مثلث اهو. لما تيجي ترسم شكلها بيكون عامل زي المثلث. الطرف الداخلي اللي من ناحية الجسم بيكون عريض، الخارجي بيكون مدبب اهو، السن اهو مدبب من بره. الطرف المدبب الخارجي ده بيكون فيه نتوء بتتصل بيه الترقوة، وبيكون فيه تجويف اسمه التجويف الأروح، وده اللي بيستقر أو بترتبط فيه أو بتدخل فيه رأس عظمة العضد عشان الاتنين يرتبطوا مع بعض، فيكون هنا مفصل اسمه مفصل الكتف. يبقى احنا كده خلاص خلصنا الحزام الصدري اللي هو عبارة عن 4 عظام. تعال بقى ناخد الطرف أو الطرفان العلويان.
قلت لك كل طرف في جسم الانسان بيتكون من 30 عظمه، يبقى طرفان العلويان 30 و30، يعني طرفان العلويان دول عباره عن 60 عظمه. احنا طبعا هناخد طرف علوي واحد اللي هم 30 عظمه، وبالتالي ال 30 التانيين هيكونوا زيهم، الدراع اليمين زي الدراع الشمال. يبقى احنا هناخد طرف واحد 30 عظمه والتانيين يكونوا زيهم، وكده نكون خلصنا طرفان العلويان والحزام الصدري. عندك اول حاجه ادي الترقوه من فوق اهي، بتتصل بعظمه اللي هي عظمه لوح الكتف، وقلت لك هنا بيكون فيه تجويف او فتحه كده بتدخل فيها راس عظمه العضد. فاللي بيكون نازل من هنا ده عظمه اسمها عظمه العضد. بيكون من تحت فيه نتوءان عشان يكون هنا مفصل اسمه مفصل الكوع. مفصل الكوع بيكون فيه هنا تحت مفصل الكوع بيكون فيه عظمه هنا، عظمه كبيره اسمها عظمه الزند، وفي عظمه اصغر منها اسمها عظمه الكعبره. بعد كده بتخش على عظام الرزغ، رزغ اليد، بيكون في عظام فوق وعظام تحت. بعد كده رحت اليد ادي 1 2 3 4 5، هنا في الصباع الكبير، وادي هنا في 4 اصابع. ديت كده الايد، او ده كده الطرف العلوي. الطرف العلوي الواحد بيتكون من ايه؟ اول حاجه بيتكون من عظمه اسمها عظمه العضد. عظمه العضد ديت عباره عن عظمه الراس بتاعتها من فوق بتدخل في تجويف اسمه التجويف الأروح عشان تكون مع عظمة لوح الكتف مفصل هنا اسمه مفصل الكتف. ومن تحت بيكون ليها نتوءان بيتصل بيها العظام اللي موجودة هنا في منطقة الساعد. العظام اللي تحت ديت هنا كده بيتصلوا بيها، وبرضو الأربطة بتتصل بيها والعضلات عشان يكون هنا مفصل اسمه مفصل الكوع. يبقى عظمة العضد ديت من فوق بتكون مفصل الكتف، ومن تحت هنا بتكون مفصل الكوع. يبقى أول عظمة اهي اللي هي عظمة العضد. تحت العضد على طول الجزئية دي كده اسمها منطقة الساعد. يبقى انت عندك ديت كده اسمها عظمة العضد، وديت اسمها الساعد، وطبعا ديت كده اسمها اليد. يبقى رقم 2 منطقة الساعد. الساعد ديت بتتكون من ايه؟ الساعد ديت بتتكون من عظمتين، عظمة اسمها الزند وعظمة اسمها الكعبرة. عظمة الزند ديت هي اللي بتقابل الاربع صوابع اللي جوه. عظمة الكعبرة ديت هي اللي بتكون قدام الصباع الكبير اللي هو من بره. فبالتالي عظمة الكعبرة ديت بتكون عظمة داخلية ولا خارجية؟ لا، ديت بتكون عظمة خارجية، هي اللي بتقابل إصبع الإبهام اللي هو الصباع الكبير. لكن عظمة الزند ديت بتكون عظمة داخلية. مين فيهم العظمة الكبيرة؟ الحجم الكبير. عظمة الكعبرة ديت بتكون قدام صباع واحد، لكن الزند ديت قدام 4 أصابع، فأكيد عظمة الزند ديت هي بتكون الأكبر في الحجم. يبقى أكيد الكعبرة ديت بتكون أقل حجم. يبقى ده كده عظمة الزند وعظمة الكعبرة. عظمة الزند آخر حاجة ديت بتكون عظمة ثابتة لا تتحرك، يعني انت لما بتيجي تحرك دراعك الزند ديت مش بتتحرك. امال مين اللي بيتحرك؟ هي عظمة الكعبرة ديت تتحرك حركة نصف دائرية. بتعمل حركة نصف دائرية. يعني ايه حركة نصف دائرية؟ لو ديت الدايرة كلها اهي، الدايرة كلها بتكون كام درجة؟ 360، يبقى النص 180 و180. يبقى الكعبرة ديت بتتحرك حركة نصف دائرية اللي هي 180 درجة حول عظمة الزند الثابتة. يعني الاتنين جنب بعض اهو، ادي عظمة الزند وادي عظمة الكعبرة. فالكعبرة تلف 180 درجة كده، فتلاقي عظمة الزند اهي ثابتة، وتلاقي الكعبرة تروح جاية نازلة من هنا كده وتروح جاية لفة عليها تعمل حركة نصف دائرية. وده اللي بيخلي دراعك يلف. يعني انت لما تيجي تلف ايدك كده بسبب حركة نصف دائرية اللي هي بسبب حركة الكعبرة. يبقى ديت برضو كده كل حاجة على الزند والكعبرة. عندك عظمة الزند ديت داخلية، الكعبرة ديت بتكون خارجية. عندك عظمة الزند ديت أكبر في الحجم وهي اللي بتقابل الأربع صوابع وبتكون ثابتة لا تتحرك. الكعبرة ديت أقل حجم وديت هي اللي بتقابل الصباع الخارجي الإبهام، وعشان كده بتكون خارجية وبتتحرك حركة نصف دائرية 180 درجة حول عظمة الزند الثابتة. يبقى احنا كده خلصنا أول حاجة العضد والساعد. فاضل بقى الجزء الأخير ده اللي هي اليد. اليد ديت بتتكون من 3 مناطق. اول منطقه زي ما انت شايف اهو، الجزء اللي فوق ده اسمه رزغ اليد. الجزء اللي هنا ده كده اللي هي قبل الصوابع ده اسمها راحه اليد. والجزء طبعا ده كده اللي هي اصابع اليد. يبقى ايدك بتتكون من كام حاجه؟ بتتكون من 3 مناطق. رقم 1 الرزغ، رقم 2 الراحه، راحه اليد، رقم 3 الاصابع. ادي ده كده الايد اهي. الرزغ بتاع الايد ده بيتكون من كام عظمه؟ بيتكون من 8 عظام.
التمن عظام دول بيكونوا موجودين في صفين، فهنا هتلاقي عظمة، التانية، التالتة، هنا الرابعة، الخامسة، الستة، السابعة، التامنة، بيكونوا موجودين في صفين بالشكل ده كده. يبقى الرزق ده عبارة عن 8 عظام. من فوق بيكون ماسك في عظمة فوق اللي هم من الاتنين دول الزندة والكعبرة، بيكون ماسك في مين تحديدا فيهم؟ في العظمة أكيد اللي بتتحرك، ما هو لو ماسك في عظمة ثابتة مش هيتحرك، فهو بيكون ماسك في عظمة بتتحرك اللي هي عظمة الكعبرة، لكن ما بيكونش ماسك في عظمة الزند. ومن تحت بيكون ماسك في راحة اليد. يبقى الرزق تاني اللي احنا نقوله فيه عبارة عن 8 عظام. 8 عظام بيكونوا موجودين في كام صف؟ 2 ولا 3؟ لا، هما 2. افتكرها مثلا 4 فوق 4 تحت، ده كده رزق اليد، 8 عظام في صفين. الطرف العلوي ماسك في العظمة اللي بتتحرك اللي هي الكعبرة، السفلي ماسك في راحة اليد. راحة اليد ديت بيكون في عظمة رايحة لكل صباع. انت عندك كام عندك كام صباع؟ عندك 5 أصابع. كل صباع بيكون ليه عظمة في راحة اليد. يبقى انت عندك في راحة اليد كام عظمة؟ عندك 5 عظام، ودول هم اللي بيأدوا بعد كده او هم اللي بيوصلوا بعد كده لعظام الأصابع الخمسة. 5 عظام دول وصفهم بيكون عامل ايه؟ قال لك ان هم بيكون عظام رفيعة، وشكلها بيكون واخد شكل المستطيل، بيكون عظام رفيعة مستطيلة. ده كده عظام راحة اليد. طب الأصابع بقى، عندك كام صباع؟ طبعا ديت حاجة بديهية جدا، عندك هنا 5 أصابع. يبقى ادي الصباع الأول، التاني، التالت، الرابع، وهنا إصبع الإبهام. الجزء اللي هنا راحة اليد، والجزء اللي فوق ده كده الرزق. إصبع الإبهام ده بتلاقي فيه خط واحد كده، فبيتكون، يقول لك بيتكون من كام سلمية؟ سلميتين، ادي الاولى التانية. يبقى السلمية هي الحتة دي كده اسمها سلمية. كل صباع من الصوابع الاربعة التانيين دول بتلاقي فيه خطين، فادي ده كده الاصابع اهي. بتلاقي هنا ده كده سلمية التانية التالتة، سلمية التانية التالتة، سلمية التانية التالتة، سلمية التانية التالتة. يبقى الاصابع كل صباع بيتكون من 3 سلميات، ما عدا اصبع الابهام. اصبع الابهام ده الوحيد اللي هو الصباع الكبير اللي بيقابل الكعبره، ده الوحيد اللي بيتكون من سلميتين فقط. يعني واحنا بنشرح كده، بص على الصباع الكبير هتلاقي هو فيه خط واحد بس، سلميتين. بص على اي صباع تاني هتلاقي فيه خطين، في واحده فوق واحده في النص وواحده تحت، 3 سلميات. يبقى هنا الواحد بيتكون من 3 سلميات، يبقى الاربعه دول بيتكونوا من كام؟ يبقى 3 في 4 ب 12 سلميه. ما تنساش ان هنا في 2 في الابهام، يبقى 12 و2 عندك 14. يبقى عدد سلميات اليد 14. كل صباع بيكون فيه 3 سلميات، وطبعا بيكون برضو وصفهم زي راحة اليد كده عظام رفيعة، ده برضو بيكون عظام رفيعة، ما عدا اصبع الابهام ده بيتكون من سلميتين فقط. يبقى ده كده الطرف العلوي. عد تاني كده عظام الطرف العلوي. عندك رقم 1 عظمة فوق اللي هي عظمة اسمها عظمة العضد. عندك بعد كده الساعد، وده بيتكون من عظمتين، عظمة زند وعظمة الكعبرة. عندك بعد كده رزغ اليد، ده بيتكون من 8 عظام. عندك بعد كده راحة اليد، وبعد كده عندك الأصابع. قلنا عندك راحة اليد دي بتتكون من كام عظمة؟ 5 عظام. وقلنا الأصابع دي بتتكون من 14 سلمية، يعني 14 عظمة. عد بقى كده، العضد 1 والساعد 2 يبقى كده 3. 3 والرزق 8 يبقى 11. 11 و5 16. 16 14 يبقى ده كده الطرف العلوي الواحد زي ما قلنا بيتكون من 30 عظمة. يبقى ده كده سواء كان يمين أو شمال 30 و30، يبقى الطرفين العلويان كلهم ب60 عظمة. يبقى احنا كده خلاص خلصنا الطرف العلوي والحزام الصدري. تعالى بقى نخش بعد كده رقم 2 على الحزام الحوضي والطرفان السفليان. زي ما قلنا أول حاجة الحزام الحوضي بيتكون من عظمتين، الطرفان السفليان 60. يبقى احنا كده خلاص عرفنا 64 عظمة دول موجودين في الحزام الصدري والطرفان العلويان. فاضل كام عظمة؟ فاضل 62. فتعالى نبدأ أول حاجة بالحزام الحوضي اللي هو بيتكون من عظمتين. الحزام الحوضي ده عبارة عن ايه؟ الحزام الحوضي ده فيه جزء في الناحية اليمين، وفيه جزء في الناحية الشمال. جزء في الناحية اليمين وجزء في الناحية الشمال، دول عبارة عن الجزء اللي هنا او الجزء اللي هنا، اي جزء يعني منهم بيكون عبارة عن 3 عظام التحموا وكونوا عظمة واحدة. فالجزء ده هو فيه عظمة التانية التالتة، بس هم عبارة عن 3 عظام التحموا في بعض وكونوا عظمة واحدة. زي ايه؟ زي الفقرات العجزية والفقرات العصوصية، 5 فقرات التحموا في واحدة، 4 فقرات التحموا في واحدة. فبرضه هنا نفس الكلام، الجزء اليمين 3 عظام التحموا في عظمة، الجزء الشمال زيه بالظبط، هو نفسه بالظبط 3 عظام برضه التحموا في عظمة. يبقى الحزام الحوضي ده بيتكون من ايه؟
الحزام الحوضي ده هو عبارة عن نصفين، نص يمين ونص شمال. النصفين دول بيكونوا مالهم؟ بيكونوا متماثلين تماما. زي فوق قلت لك لوح الكتف والترقوة موجودة يمين وشمال، الدراع موجود يمين وشمال. فالحزام الحوضي ده عبارة عن نصفين متماثلين تماما بالظبط. ادي نص الحزام الحوضي من هنا، ونص الحزام الحوضي من هنا، بيتصلوا ببعض عن طريق مفصل من الجزء ده كده في النص. فهم عبارة عن نصفين متماثلين بيتصلان في الناحية الباطنية ولا الظهرية. بيتصلوا من قدام ولا من ورا؟ لا، زي ما انت شايف اهو، لو ده الجسم كده من قدام بيتصلوا من قدام، فهما بيتصلان في الناحية الباطنية او في الناحية الامامية، يعني من ناحية البطن. المنطقة اللي هما بيتصلوا عندها ديت اسمها منطقة الارتفاق العيني. يبقى المنطقة ديت اسمها منطقة الارتفاق العيني. شايف المنطقة ديت كده، منطقة الاتصال بينهم ديت اسمها منطقة الارتفاق العيني. يبقى الحزام الحوضي عبارة عن نصفين متماثلين، نصف يمين ونصف شمال، متماثلين زي بعض بالظبط، بيتصلوا في الناحية الباطنية، يعني من قدام مش من ورا. بيتصلوا في الناحية الباطنية، المنطقة اللي هما بيتصلوا عندها اسمها منطقة الارتفاق العيني. طب كل نصف زي ما قلت لك بيتكون من 3 عظام. ايه ال3 عظام اللي هو بيتكون منهم؟ ادي ال3 عظام هم اللي هما بيلتحموا في عظمة واحدة. ايه ال3 عظام دول؟ قال لك اول العظمة اللي هي اسمها عظمة الورك، وتاني عظمة اسمها عظمة العانة، واخر عظمة اسمها عظمة الحركوفة الظهرية. يبقى انت عندك الورك والعانة والحركوفة الظهرية. الحركوفة الظهرية ديت انا عاملها كبيرة لان ديت هي اللي بيكون حجمها كبير بالشكل ده كده، ديت اللي هي عظمة الحركوفة. عظمة الحركوفة ديت بيكون في عظمة من قدام من هنا كده من الناحية الأمامية اسمها عظمة العانة. يبقى ديت العانة وديت الحركوفة. وبيكون في عظمة جاية من ورا من تحت كده، ديت اللي هي عظمة الورك. يبقى يقول لك عظمة الحركوفة الظهرية ديت مكانها من قدام من البطن ولا من الظهر؟ ده هي أصلا اسمها ظهرية، فأكيد ديت من ورا من الظهر، يعني ديت أصلا مش محتاجة إن هي تتشرح وتتقال. فعظمة الحركوفة الظهرية ديت ماسكة من قدام في عظمة العانة، ومن ورا ماسكة في عظمة الورك. يبقى الحركوفة الظهرية بتتصل بالعانة من الأمام، وبتتصل بعظمة الورك من الخلف. التلات عظام دول الحركوفة والعانة والورك أول لما الطفل بيتولد بيكونوا لسه مش ملتحمين، فهنا بيكون 3 وهنا 3. وعشان كده زي ما قلنا في أول حصة خالص إن عظام الطفل بتكون أكبر من عظام الشخص البالغ، لأن لسه عنده العظام مش ملتحمة. فعنده الحوض كده بيكون كام عظمة؟ 3 يمين و3 شمال، يبقى كده 6. لكن الشخص البالغ التلات عظام اللي في اليمين يلتحموا في عظمة، التلات عظام اللي في الشمال يلتحموا في عظمة، يبقى بدل ما يكونوا 6 لا هيكونوا عظمتين، واحدة يمين وواحدة شمال. يبقى ده كده أول حاجة على الحزام الحوضي. قلنا ان هو بيتصل من الناحيه الاماميه الحركوفه الظهريه بتتصل من الامام بالعانه، ومن الخلف بالورك. عظمه الحركوفه ديت برضو من الجنب زي عظمه لوح الكتف، من الجنب من هنا كده بيكون في تجويف صغير لجوه كده، فبتلاقي هنا في فتحه لجوه كده او في تجويف. التجويف ده اكيد برضو زي فوق هيستقر فيه راس لعظمه اسمها هنا عظمه الفخذ. يبقى انت عندك كده الحركوفه الظهريه بيكون فيه تجويف في الحركوفة الظهرية. التجويف اللي كان فوق في لوح الكتف اسمه التجويف الأروح، هنا التجويف اللي في الحركوفة الظهرية اسمه التجويف الحقي، وده بيتصل بيه رأس عظمة الفخذ. هيتصل بيه رأس عظمة الفخذ عشان يكون مفصل الفخذ. يبقى كان فوق عندك لوح الكتف فيها تجويف اسمه التجويف الأروح بيستقر فيه رأس عظمة العضد عشان يكون مفصل الكتف. لكن تحت في تجويف في الحركوفة الظهرية اسمه التجويف الحقي بيستقر فيه رأس عظمة الفخذ عشان يكون مفصل الفخذ. وزي ما قلنا الثلاث عظام اللي في الناحية اليمين والثلاث عظام اللي في الناحية الشمال كل واحدة بتلتحم في عظمة، هنا عظمة يمين وهنا عظمة شمال. يبقى كده ده الحزام الحوضي اللي هو عبارة عن العظمتين. يبقى عندك كده الحزام الحوضي عظمتين، يبقى كده فاضل ال60 عظمة اللي هما في الطرف السفلي. يبقى تعالى ندخل بقى كده آخر حاجة على الطرفان السفليان. قلت لك كل طرف في جسم الانسان بيكون من كام عظمه؟ 30. يبقى هنا 30 وهنا 30، يبقى الطرفان السفليان كلهم عباره عن كام عظمه؟ 60 عظمه. تعالى ناخد كده الطرف السفلي. عندك ديت اللي هي عظمه الحركوفه الظهريه. عظمه الحركوفه الظهريه ديت بيكون متصل هنا بيها راس عظمه الفخذ، والعظمه نازله من هنا كده
بيكون في اسفلها في نتوءان برضو كبيران زي عظمة العضد، بس هنا الاضافة بيكون في عظمة من هنا كده قدام مفصل الركبة، تحت بتلاقي في عظمة برضو داخلية قدام الاربع اصابع، وبيكون هنا في عظمة صغيرة. عندك بعد كده الرزق برضو نفس الكلام، هنا المشط وهنا الاصابع. يبقى نفس التكوين تقريبا اللي هو بتاع الدراع. يبقى اول حاجة عندك عظمة من هنا، العظمة دي كده اللي هي اسمها عظمة الفخذ. قدام هنا الركبة، يبقى اللي فوق ده كده اسمه مفصل الفخذ، هنا ده مفصل الركبة. اللي قدام الركبة عظمة صغيرة كده بيكون اسمها عظمة الرتفة. هنا بيكون عندك الساق، كان فوق اسمه الساعد. الساق هنا بيتكون من عظمتين، العظمة اللي بتكون موجودة هنا في الناحية الداخلية اسمها عظمة القصبة، وده بتكون أكبر حجم. والعظمة اللي موجودة في الناحية الخارجية اسمها عظمة الشظية، وده بيكون أصغر حجم. عندك هنا القدم بتتكون من الرزق، وبعد كده المشط، وبعد كده الأصابع. فبقى كده قلنا إن أنت عندك الطرف السفلي الواحد بيتكون من إيه؟ أول حاجة بيتكون من عظمة اسمها عظمة الفخذ، بعد كده عظمة الرتفة، بعد كده الساق بيتكون من عظمتين القصبة والشظية، وبعد كده القدم. فتعالى نتكلم أول حاجة فيهم على رقم واحد، عظمة الفخذ. وطبعا ديت عبارة عن عظمة واحدة. قلنا عظمة الفخذ ديت عاملة زي عظمة العضد، من فوق بيكون ليها راس، بس هنا الراس اللي بيميزها عن عظمة العضد وهنشوفها كمان شوية في الهيكل العظمي إن الراس بتاعتها بتكون بعيدة شوية عن العظم. يعني عظمة العضد لو العظمة اهي بتلاقي الراس كده، لا الفخذ لو الراس اهي، لو عفوا العظمة اهي هتلاقي الراس بعيدة كده شوية. فده اللي بيفرقهم يعني لما يجيبهم لك هما الاتنين في شكل واحد، وتكون عايز تعرف مين فيهم الفخذ ومين فيهم العضد. يبقى ده الفخذ. برضو من اسفلها بيكون فيه نتوءان كبيران، وهم دول اللي بيتصلوا بعظام الساق عشان يكونوا مفصل الركبة. ومفصل الركبة ده بيكون قدامه عظمة صغيرة، وبتكون عاملة زي دايرة كده مستديرة اسمها عظمة الرتفة. يبقى هي عظمة الرتفة ديت بتكون عظمة صغيرة، حجمها صغير زي ما انت شايف، وبتكون مستديرة او مدورة، بتكون موجودة امام او قدام مفصل الركبة. يبقى اول حاجة الفخذ ديت بيكون اسفلها فيه نتوءان كبيران عشان يتصلان بالساق ويكونوا مفصل الركبة. امام مفصل الركبة بيكون فيه عظمة اسمها عظمة الرتفة، ده بتكون عظمة صغيرة ومستديرة، بتكون مدورة عاملة زي الدايرة كده، صغيرة هي ومستديرة مدورة، بتكون موجودة أمام مفصل الركبة. يبقى رقم واحد الفخذ، رقم اتنين الرتبة. طب عندك رقم تلاتة، قلنا بعد الرتبة بقى هنخش على الساق. الساق برضو زي فوق بيتكون من عظمتين، العظمة الخارجية أكيد ديت أصغر حجم زي فوق، والداخلية هي أكبر حجم. هنا العظمة الخارجية اسمها عظمة الشظية، ديت بتكون عبارة عن عظمة خارجية. والعظمة الداخلية بيكون اسمها عظمة القصبة، ديت عبارة عن عظمة داخلية. يبقى العظمة الداخلية القصبة، الشظية هي الخارجية. مين أكبر حجم زي فوق؟ أكيد القصبة، فبالتالي القصبة ديت فعلا هي أكبر حجم، والشظية ديت بتكون أقل حجم. واللي بتتصل بعظمة الفخذ هنا هي القصبة عشان تكون مفصل الركبة. يبقى مين اللي بتكون موجودة في مفصل الركبة؟ هي عظمة القصبة. يبقى مفصل الركبة هنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من عظمة الفخذ وعظمة الرتبة وعظمة القصبة، 3 عظام. لكن فوق الكوع كان بيتكون من ايه؟ الكوع برضو بيتكون من 3 عظام، بس ال3 عظام هنا هيكونوا كلهم، يعني بيكون عندك هنا الكوع بيتكون من 3 عظام اللي هي عظمة العضد وعظمة الزند وعظمة الكعبرة، 3 عظام. تحت 3 عظام، يبقى الفرق ان فوق العظمة الخارجية اللي هي الكعبرة بتشارك، لكن هنا العظمة اللي هي الخارجية اللي هي الشظية ديت مش بتشارك في مفصل الركبة. يبقى انت عندك كده القصبة ديت داخلية أكبر حجم، الشظية ديت خارجية بتكون أقل حجم. عندك بعد كده هنخش بقى على رقم 4، وهي عظام القدم أو القدم. القدم برضو زي فوق بتتكون من 3 حاجات، رقم واحد الرزغ، رقم اتنين كان فوق اسمها راحة اليد، لا هنا اسمها مشط القدم، المشط، ورقم 3 الأصابع. يبقى عندك رقم واحد رزغ القدم، ورقم اتنين مشط القدم، ورقم 3 الأصابع. طبعا الأصابع هو نفس الكلام اللي فوق، فالحاجات أصلا هتلاقي الكلام أغلبه متكرر. رزغ القدم ديت بتتكون من 7 عظام، يبقى فوق كانت بتتكون من 8، هنا بتتكون من 7، بتقل واحدة. فلو جه مثلا قال لك لو كان عظام رزغ اليد س، تكون عظام رزغ القدم كام؟ هتكون س، شيل منها واحد، لأن السين ده ب8 ده ب7، يبقى نطرح منها واحد تكون ب7.
يبقى عظام رسغ القدم بتقل عن عظام رسغ اليد واحدة، فوق 8 هنا بيكون 7. يبقى رسغ القدم ده بيكون عبارة عن 7 عظام. ما قالكش ان هي بيكون في صفين ولا صف، قالك هنا ان هي بيكون شكلها غير منتظم. يعني ايه غير منتظم؟ يعني كل عظمة ليها شكل لوحدها، فبالتالي ديت بتكون عظام غير منتظمة الشكل. يعني ما اقدرش مثلا اقول لك ان هم كلهم شكلهم مثلا مستطيل، ما اقدرش اقول لك ان شكلهم مثلا كلهم دائري، لا، غير منتظمة الشكل. كل عظمة بيكون ليها شكل وحجم مختلف. يعني مثلا عندك العظمة الخلفية اللي هي اسمها عظمة الكعب، اللي هي اسمها كعب القدم، ديت بتكون هي اكبر عظمة فيه. في عظام تانية اقل منها في الحجم، فديت ان هي بتكون عظام غير منتظمة الشكل. فهما بيكونوا غير منتظمة الشكل يعني الشكل مختلف والحجم مختلف. واكبر حجم فيهم من السبع عظام دول هي العظمة الخلفية اللي هي بتكون الكعب، اللي هي اسمها عظمة كعب القدم. وطبعا الكلام ده كله كمان شوية هنشوفه على الهيكل العظمي 3D. بعد كده تحت الرزغ، ادي الرزغ اهو. بعد الرزغ فيه المشط، وبرده ده نفس الكلام اللي فوق بقى، 5 برده عظام بيأدوا الى الاصابع الخمسة، او بعدهم بيكون فيه الاصابع الخمسة. فدول برده نفس الكلام اللي فوق، يكونوا عبارة عن 5 عظام بيأدوا للاصابع الخمسة. فوق كانوا في الايد كانوا رفيعين وشكلهم مستطيل. هنا بقى الوصف بتاعهم بتكون برده نفس الكلام، عظام رفيعة ولكن بقى مش مستطيلة، لا، هنا بتكون عظام طويلة. ليه عظام طويلة؟ لان طبعا الرجل او القدم بتكون اطول من الايد. فالايد، المسافة اللي في الايد اللي هي عظام الراحة من اول الرزغ لحد بداية الصباع، اكيد لما تيجي تشوف المسافة ديت من اول الرزغ لحد اول صباع في القدم اكيد اطول. فعظام مشط القدم ديت بتكون عظام رفيعة زي فوق، ولكن بتكون هنا طويلة. طبعا كل منها ينتهي بالاصابع. يبقى نخش على الاصابع، نفس الكلام بقى. هيكون عندك كام صباع؟ برضو نفس الكلام، 5 أصابع. كل واحد بيكون فيه 3 سلميات، ما عدا الإبهام بيتكون من سلميتين فقط. يبقى أنت عندك كده 3 في 4 ب 12 وادي 2، يبقى 14 سلمية. فلما نيجي نعد عظام الطرف السفلي اللي هم طبعا زي ما قلنا أي طرف بيتكون من 30 عظمة. قلنا أول حاجة في عظمة الفخذ، تحتها أمام مفصل الركبة في عظمة اسمها عظمة الرتبة اللي هي عظمة صغيرة مستديرة. بعدها في الساق، وده بيتكون من عظمتين، عظمة القصبة وعظمة الشظية. بعدها في القدم، القدم ده بتتكون من الرزغ، والرزغ هنا بيتكون من 7 عظام، والمشط، واخر حاجة الاصابع. عد كده العظام ديت: الفخذ بواحد، الرتبة واحد، القصبة واحد، الشظية واحد، الرزغ 7، المشط 5، الاصابع 14 سلمية. ادي واحد وواحد يبقى كده 2، 3، 4، 4 و7 11، 11 و5 16، 16 و14 30، يبقى برضو هنا كده 30. ده كده الرجل اليمين مثلا والشمال 30، يبقى برضو كده يكون 60. يبقى احنا كده نرجع بقى تاني للتقسيمة اللي احنا كنا عملناها في الأول خالص. قلنا ان انت عندك الجهاز الهيكلي، الهيكل العظمي 260، المحوري 80، الهيكل الطرفي 126. المحوري 80 خلاص خلصناهم. العمود الفقري كان 25، كان 26، والقفص الصدري كان هو اللي 25، والجمجمة كانت 29. قلنا هناخد الهيكل الطرفي 126 عظمة، ويبقى كده فاضل لنا غضاريف ومفاصل وأربطة وأوتار وخلصنا الدرس. فالهيكل الطرفي 126 عظمة ده قسمناهم لحاجتين: حزام صدري وطرفان علويان، حزام حوضي وطرفان سفليان. النص اللي فوق الحزام الصدري قلنا 4 عظام، ده عبارة عن 2 ترقوة واتنين لوح كتف، واحدة يمين واحدة شمال. وطرفان العلويان خلاص عرفنا ان الطرف الواحد بيتكون من 30، خدنا تركيب الطرف العلوي اللي هو العضد والزند والكعبرة. بعد كده رزق اليد 8، وبعد كده الراحة 5، والسلميات 14. الحزام الحوضي بيتكون من عظمتين اللي هي الحركوفة والورك والعانة. الحركوفة ديت عظمة ظهرية بتتصل من الأمام بعظمة العانة ومن الخلف بعظمة الورك. بيكون فيها التجويف الأروح، عفوا التجويف الحقي، والتجويف الحقي ده بيتصل فيه رأس عظمة الفخذ عشان تكون مفصل الفخذ. مفصل الفخذ او عظمه الفخذ ديت بتنزل، بيكون من اسفلها في نوتان كبران بيتصلان بالساق، تحديدا عظمه القصبه، عشان يكونوا مفصل الركبه اللي بيكون قدامه في عظمه صغيره مستديره اسمها عظمه الرتبه. بعد كده في القصبه وفي الشظيه. القصبه ديت اكبر حجم داخليه، الشظيه ديت اصغر حجم وهي الخارجيه. عندك بعد كده الرزغ بيتكون هنا من 7 عظام غير منتظمه الشكل، اكبر واحده فيهم في الحجم العظمه الخلفيه اللي هي بتكون كعب القدم. بعد كده المشط بيتكون من 5 عظام، هنا رفيعة وطويلة عشان تخش على الأصابع. الأصابع ديت بتكون من 14 سلمية، كل صباع 3 سلميات، ما عدا الصباع الكبير سلميتين. يبقى احنا كده خلصنا الهيكل الطرفي، وبالتالي احنا كده خلصنا
الهيكل العظمي كله. فاضل الغضاريف والمفاصل والأربطة والأوتار، وزي ما قلت لك كل واحدة فيهم هنقول كلمتين بالظبط وهنخش على الحاجة اللي بعدها. طبعا انا كده دلوقتي مش بتعمق قوي في المعلومات او مش بقول لك اساسيات قوي، لان لسه ان شاء الله لما نخش بقى على الهيكل العظمي 3 دي هقول لك كل الافكار اللي ممكن تيجي في الاسئله. فانت دلوقتي انت بتاخد الجزء الاساسي، بتاخد المعلومات الاساسيه. لما نخش بقى على الهيكل العظمي انت خلاص الكلام كله بقى سهل. فاحنا بنشرح الهيكل العظمي هقول لك كل الافكار اللي ممكن تيجي لك في الاسئله باذن الله. يبقى كده احنا خلصنا اول حاجه اللي هو الهيكل العظمي. تعالى بقى ندخل بقى تاني حاجه كده على الغضاريف. يبقى غضاريف، مفاصل، أربطة، أوتار. يعني ايه أصلا غضروف؟ الغضروف ده لو تفتكر كنا اتكلمنا عنه مع العظام في الأول خالص، قلت لك الغضاريف ديت عبارة عن نسيج ضام هيكلي. قلنا النسيج الضام الهيكلي حاجتين، الغضاريف والعظام. اللي بيفرق الغضاريف عن العظام ايه؟ قلت لك العظام بيكون مرصف فيها الكالسيوم فبيكون أكتر صلابة، فالغضاريف ديت بتكون أقل صلابة من العظام لعدم وجود أيونات الكالسيوم. أيونات الكالسيوم مش موجودة، لكن العظام بيكون فيها ايونات الكالسيوم. لو تفتكر في عظمة القص قلت لك الجزء السفلي ليها بيكون غضروفي، وقلت لك انها لا تحتوي على اوعية دموية. فمن خصائص الغضاريف اول حاجة ان هي نسيج ضام هيكلي، تاني حاجة ان هي بتكون اقل صلابة من العظام، يبقى ديت رقم واحد. ديت رقم اتنين. رقم تلاتة الغضاريف لا تحتوي على اوعية دموية. طب يعني ايه لا تحتوي على اوعية دموية؟ انت عارف ان الشرايين بتخرج من القلب بتروح لكل الجسم كله، لكل خلايا واعضاء الجسم. طب الشرايين بتخرج لكل خلايا الجسم ليه؟ عشان الاوعيه الدمويه ده بيكون ماشي فيه، لو ده كده وعاء دموي بيكون ماشي فيه الاكسجين والمواد الغذائيه. فكل الخلايا محتاجه اكسجين والغذاء عشان تعمل له الاكسده، اكسده الجلوكوز اللي بيطلع منها الطاقه اللي هي الاي تي بي، 38 اي تي بي في التنفس الهوائي او 2 اي تي بي في التنفس اللاهوائي. فالغضاريف لا تحتوي على اوعيه دمويه. طب هي لازم اي حاجه لازم يكون عندها الغذاء والاكسجين عشان طبعا تكون خلايا حيه ما تموتش. طب هي عشان ما تموتش بتعمل ايه او بتتصرف ازاي؟ قال لك ان الغضاريف ديت اصلا بيكون مكانها فين. قال لك لو ده كده عظمه اهي، وادي ده كده عظم، الغضاريف بتكون موجوده فين؟ الغضاريف بتكسو اطراف العظام. يعني ايه الغضاريف بتكسو اطراف العظام؟ يعني بتيجي عند الطرف ده كده بتكسوه، بتغطيه من بره كده، وتيجي عند الطرف ده برده كده تغطيه، بتكون موجوده على العظام من بره. يبقى ده كده اماكن الغضاريف. يبقى اماكن الغضاريف بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده عند اطراف العظام. وتحديدا بقى فين او خاصه بتكون موجوده فين؟ اتكلمنا عنها في العمود الفقري، بتكون موجوده تحديدا بين فقرات العمود الفقري اللي هو كان القرص الغضروفي، وعندنا المفاصل الغضروفيه والاقراص الغضروفيه. يبقى الغضاريف بتكون موجوده فين؟ الغضاريف بتكون موجوده غالبا عند اطراف العظام. غالبا اي عظمتين بتلاقي فيه على الطرف بتاعها من هنا ومن هنا غضروف، وهقول لك ليه وايه فايدته كمان شويه. وكمان بيكون موجود عند المفاصل، وتحديدا المفاصل اللي هي بين فقرات العمود الفقري اللي هي بتكون مفاصل غضروفيه وفي القرص الغضروفي. طب وظيفه الغضاريف ديت ايه؟ يعني هي بتكون ليه موجوده عند طرف العظام كده؟ وظيفتها ان هي تحمي العظام، حمايه العظام من التآكل. طب حمايه العظام من التآكل ليه؟ لان العظام ديت تخيل لو مفيش غضاريف، يعني ديت عظمه اهي وادي ديت العظم، يبدأ ان هم يحتكوا ببعض. كل ما تيجي تتحرك العظام بتحتك ببعض فيحصل هنا تآكل للعظام، فالعظام تكون متآكلة. احتكاك العظام ببعضه يؤدي الى تآكل العظام. لكن الغضاريف موجودة كده، الغضاريف هي ديت هي اللي هتحتك ببعضها والعظام تفضل سليمة متغطية. يعني مثلا تخيل لو انت واقف اهو، وانا مثلا جاي احدف عليك مثلا ميه، رحت انت جاي حطيت مثلا حاجه قدامك كده في ستاره قدامك، فالميه جت على الستاره وانت واقف وراها ما حصلكش اي حاجه. فالغضاريف ديت وظيفتها ان هي بتحمي العظام من التآكل نتيجه احتكاك العظام ببعضها، يعني العظام ديت هتحتك ببعضها، فالغضاريف تكون موجوده هنا تمنع احتكاك العظام ببعضها وبالتالي تحمي العظام من التآكل. يبقى الغضاريف موجوده فين؟ موجوده عند اطراف العظام، وموجوده عند المفاصل تحديدا بين فقرات العمود الفقري، او ده يعني المكان الاغلب ليها. يبقى هي غالبا بتكون موجوده عند اطراف العظام، وخاصه فين؟ في المفاصل عند فقرات العمود الفقري. وكمان برضو الغضاريف دي بتكون موجوده في بعض اجزاء الجسم، زي مثلا الاذن الخارجيه. ويقول لك مثلا هنا وظيفتها ايه؟ اكيد وظيفتها ان هي بتجمع الموجات الصوتيه وتدخلها في الجسم. ما احنا قلنا كل عظمه بيكون ليها
حجم وشكل بيناسب الوظيفة او بيناسب المكان اللي موجودة فيه. فاكيد الغضاريف اللي موجودة بين الفقرات وظيفتها مختلفة عن الغضاريف اللي موجودة في الأذن. اللي موجودة بين الفقرات ديت وظيفتها إن هي تمتص الصدمات وتمتص الضغط وتشيل الضغط من على الفقرات عشان تحميها من الغضروف. لكن اللي هتكون موجودة في الأذن أكيد مش هتمتص الضغط، لا هنا هتمتص وتجمع الموجات الصوتية وتدخلها جوه الأذن. عندك برضو الغضاريف بتكون موجودة في الأنف. يبقى الغضاريف موجودة فين؟ بتكون موجودة في الأذن الخارجية، وبتكون موجودة في الأنف، وبتكون موجودة على جدار القصبة الهوائية. يعني انت عندك هنا الرئة الشمال والرئة اليمين، وبتلاقي فيه القصبة الهوائية. القصبة الهوائية ديت بتلاقيها عاملة زي حلقات كده، بتلاقيها على شكل حلقات. الحلقات ديت بيكون فيها الغضروف. يبقى الغضروف بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في الأذن الخارجية والأنف وجدار القصبة الهوائية، وغالبا بيكون موجود عند أطراف العظام عشان يحميها من التآكل. يبقى الغضاريف ديت لا تحتوي على أوعية دموية. يبقى مصر كده هي خلايا ميتة؟ لا، هي خلايا حية عادي جدا. يعني كده مصر بتاخد الأكسجين والمواد الغذائية من الدم بالظبط. طب بتاخدهم بقى منين؟ ادي العظام اهي، العظام ديت بيكون فيها أوعية دموية. الأوعية الدموية ديت دخلت هنا أكسجين ودخلت الغذاء والجلوكوز. فاكر حاجة اسمها الانتشار؟ ايه الانتشار ده يا مستر؟ الانتشار ده كان هو عبارة عن انتقال الجزيئات من المواد او من الحاجات يعني اللي هي الاعلى تركيز الى الاقل تركيز. فكنت اقول لك لو انت عندك خلية التركيز مثلا فيها 7%، وهنا ديت خلية 2%، اقول لك مثلا الجلوكوز هيتنقل من لفين؟ اكيد يا مستر هيتنقل من السبعة للاتنين، لان ده الاعلى تركيز او الاكبر وده الاقل. طب اقول لك ال2% هو اللي هيدي ال7%، مش منطقي، ده اصلا اقل. يبقى المفروض اللي معاه فلوس كتير يدي اللي معاه فلوس قليل، اللي معاه اكل كتير يدي اللي معاه اكل قليل. فده كده اللي هو الانتشار، هو انتقال الجزيئات من الخلايا الاعلى تركيز الى الخلايا الاقل تركيز. مين هنا الاعلى تركيز للاكسجين والغذاء؟ اكيد العظام، لان ديت هي اللي فيها الاوعيه الدمويه. مين الاقل تركيز؟ اكيد الغضاريف، لانها لا تحتوي على اوعيه دمويه. فبالتالي الاكسجين والغذاء بيتنقلوا من العظام الى الغضاريف بخاصيه الانتشار، اللي هو من الاعلى تركيز اللي هو في العظام الى الاقل تركيز اللي هي الغضاريف. فعشان كده يقول لك مين مثلا التركيب اقل التئام للجروح او بطيء جدا في الالتئام للجروح، لو حصل فيه مشكله بيقعد فتره كبيره على ما يخف، اكيد هي الغضاريف. ليه؟ لان مثلا يجي يقول لك العظام، العضلات، الاربطه، الاوتار، المفاصل، مين هنا اقل واحده؟ طبعا هي هتكون الغضاريف، لان كل الحاجات ديت بيكون فيها اوعيه دمويه. لكن ما عدا الغضاريف، الغضاريف هو التركيب الوحيد اللي هو لا يحتوي على الاوعيه الدمويه، فعشان كده بيكون بطيء جدا على ما يخف ويحصل التئام للجروح. كده خلصنا اول حاجه الغضاريف. نخش بعد كده على المفاصل. المفاصل عندنا جسم الانسان بيتكون من 3 انواع من المفاصل. احنا مصر عرفنا ان الغضروف هنا لو ده كده عظمه ودي ديت عظمه، الغضروف ده بيكون عبارة عن مادة زي هلامية كده شفافة، كنت قلت لنا في العمود الفقري بتكون مادة هلامية شفافة كده بتكون بتكسو أطراف العظام. العظمة أهي، العضلة بيكون مثلا هنا في عضلة كده. عندك مثلا الرباط، ده تركيب بيوصل العظمتين ببعض. الوتر ده تركيب بيوصل العظمة بالعضلة. لكن فين المفصل؟ المفصل ده مش تركيب، مش حاجة انت بتشوفها. يعني العظمة مثلا انت تقدر تمسك العظم تحط ايدك على عظمة كده. الغضاريف لو جبت مثلا شكل هتشوف الغضاريف اللي هي بتكسو اطراف العظام. الرباط زي ما قلت لك هو حاجه رابطه الاتنين ببعض، هنا الوتر حاجه رابطه برضو العضله بالعظمه. لكن لما تيجي تبص على المفصل مستحيل ان انت تلاقيه. ليه؟ لان المفصل هو عباره عن مكان، مش عباره عن حاجه ملموسه، ما تقدرش مثلا ان انت تشوفها بعينك. المفصل ده عباره عن مكان، يعني الشكل ده كده كله الجزئيه ديت اسمها مفصل. فالمفصل ده مش مكان مثلا او مش حاجه ملموسه. فبالتالي انت تيجي مثلا هنا تقول لي المفصل ده جواه ايه، هقول لك هنا المفصل ده هنا فيه غضروف، فيه رباط، فيه وتر، فيه عضله، فيه عظمه، ده كده على بعضه مفصل. طب ايه هو اصلا المفصل او ايه مكان المفصل؟ يعني امتى اقول على المكان ده ان هو مفصل؟ المفصل ده هو عباره عن التقاء عظمتين على الاقل او اكتر. يعني يا مستر لو في عظمتين اهم هيتقابلوا مع بعض يبقى ده كده مفصل، الجزء اللي هنا ده كده مفصل، ده كده مفصل. طب يا مستر لو في هنا عظمه وهنا عظمه
وهنا عظمة جاية ترتبط بيهم، يبقى الجزء ده كده عبارة عن مفصل. ده كده مفصل. يبقى ايه هو المفصل؟ المفصل هو عبارة عن التقاء عظمتين او اكتر. نوع المفصل بيتوقف على نوع المادة اللي موجودة في الجزئية دي. يعني لو كان هنا في الياف، لو كان في الياف يبقى ده كده يكون مفصل. بس اللي موجود بين العظام ديت ايه؟ ما احنا قلنا هو عبارة عن التقاء عظمتين او اكتر، ففي فراغ بينهم. الفراغ او بين العظام دي لو كان فيها الياف يبقى ده كده اسمه مفصل ليفي. طب لو كان فيه قرص غضروفي زي الفقرات كده يبقى هيكون اسمه مفصل غضروفي. طب لو كان فيه سائل زلالي، سائل كده، السائل ده بيكون اسمه سائل زلالي، يبقى ده كده يكون اسمه مفصل زلالي. يبقى نوع المفصل متوقف على المادة اللي هتكون موجودة بين العظام. وكمان هنعرف كمان شوية ان هو برضو متوقف على حاجات تانية. يبقى نوع المفصل او ايه هو المفصل؟ المفصل هو عبارة عن التقاء عظمتين على الاقل. يعني ما ينفعش يكون عظمة لوحدها وتقول لي ده مفصل. يعني المفصل لازم يكون اقل حاجة فيه عظمتين مع بعض او اكتر من عظمتين، 3 بقى 4، يبقى ده كده المفصل. ايه هو المفصل؟ التقاء عظمتين او اكتر. نوع المفصل بيتوقف على نوع المادة اللي موجودة بين العظام دي. لو كانت مثلا ليفية الياف يبقى ده مفصل ليفي. لو كان فيه غضروف يبقى ده كورس غضروفي او اللي هو المفصل الغضروفي. لو كان فيه السائل الزلالي يبقى ده كده عبارة عن مفصل زلالي، اللي هي 3 انواع من المفاصل. يبقى انواع المفاصل في 3 انواع في جسم الانسان. في مفاصل ليفية، وفي مفاصل غضروفية، وفي مفاصل زلالية. المفاصل الليفية دي بتكون موجودة فين؟ والغضروفية دي بتكون موجودة فين؟ والزلالية دي بتكون موجودة فين؟ وقول لي يا مستر خصائص كل واحدة فيهم. تعال نتكلم اول حاجة فيهم على المفاصل الليفية. المفاصل الليفية ديت مثال مثلا عليها بتكون موجودة في عظام الجمجمة. كنا قلنا احنا بنشرح، قلت لك ان انت عندك الجمجمة اهي، ده كده من اول العين لحد الاذن هنا ده كده الجزء الامامي. قلت لك كل اللي ورا ده كده الجزء الخلفي. الخطوط اللي فيها دي كده بتكون المفاصل الليفية. وان هنا عند الفك من تحت كده بيكون ده عبارة عن مفصل زلالي. يبقى الجمجمة ديت الجزء الخلفي للجمجمة بيكون عبارة عن مفاصل ليفية. يبقى المفاصل الليفية امثلة على المفاصل الليفية فين؟ في عظام الجمجمة. طب حاجة كمان زي الفقرات الملتحمة اللي هي الفقرات العجزية والفقرات العصعصية، دول بينهم برضو بيكون في مفاصل ليفية. كانت جت في امتحان السنة اللي فاتت وكان حسبها 4 مفاصل اللي هي المفاصل الليفية. يبقى المفاصل الليفية بتكون موجودة فين؟ في عظام الجمجمة، وكمان في العظام الملتحمة زي الفقرات العجزية وزي الفقرات العصعصية. طب ايه مثل خصائص المفاصل الليفية ديت؟ أي مفصل مربوط بكلمة حركة. يعني أول لما تسمع كلمة مفصل انت عرفت خلاص ان هو التقاء عظمتين او اكتر. اول لما تسمع كلمه مفصل قول لي ان هو بيساوي حركه. لما اقول لك مثلا ان المفصل اتشال، واحد مثلا حصل له خلع في المفصل يبقى الحركه هتقع. واحد مثلا ما عندوش مفصل يبقى مفيش حركه. فبالتالي مين اللي مسؤول عن الحركه بشكل رئيسي او رقم واحد؟ هو المفصل. لو في مفصل يبقى في حركه، لان الوظيفه الرئيسيه للمفصل وجود الحركه. مفيش مفصل مفيش حركه. بس المفاصل اكيد مش كل المفاصل هتسمح بنفس مدى الحركه. ففي مفاصل عندها حركة واسعة قوي، في مفاصل عندها حركة ضعيفة، في مفاصل ما عندهاش أصلا الحركة. يبقى المفصل مربوط بالحركة، ولكن في أنواع منه بتختلف. ففي بعض المفاصل ممكن يكون ما فيهاش حركة، في بعض المفاصل ممكن يكون فيها حركة ضعيفة جدا، في بعض المفاصل ممكن تكون حركة واسعة. فالمفاصل اللي فيها ديت بتكون موجودة في الجمجمة. تفتكر العظام اللي موجودة في الجمجمة ال8 دول هل أنت تقدر تحركهم؟ طبعا لا. هل المفاصل الموجودة في الفقرات العجزية يعني الفقرة العجزية الأولى والثانية هل تقدر تحرك الفقرة العجزية الأولى والثانية؟ طبعا لا. فبالتالي المفاصل اللي فيها ديت بتكون غير متحركة. للأمانة هي بعضها أو معظمها هو اللي لا يسمح بالحركة، مش كلها، ما نقدرش نعمم. فبالتالي هي معظمها لا يسمح بالحركة. يبقى هي في الأغلب هي لا تسمح بالحركة. بس عشان ما نقولش كلها، عشان انت اكيد ما لميتش كل مفاصل الجسم برضو، فبالتالي ديت كده هتكون معظمها لا يسمح بالحركة. يبقى معظم المفاصل اللي فيا غير متحركة. وركز على كلمة معظمها ديت عشان الامتحانات دلوقتي بقت تركز على الألفاظ ديت زي معظم وبعض والحاجات دي. فالمفاصل اللي فيا ديت معظمها غير متحركة، الأغلب يعني بيكون غير متحرك. قلنا المثال اللي عليها هي العظام اللي بتكون مثلا موجودة في الفقرات العجزية العصوصية والجمجمة. طب ايه هي خصائص بقى المفاصل اللي فيا ديت؟ قال لك خصائصها ان العظام بتكون موجودة عند المفاصل ديت مرتبطة ببعض بواسطة أنسجة ليفية. ادي عظمة وادي عظمة
دول كده كونوا مفصل بينهم هنا انسجه ليفيه، فبالتالي ده كده بقى اسمه مفصل ليفي. طب ما حلو يا مستر، ما ده اللي انت قلته ان هو الماده اللي في النص هي اللي بتكون المفصل. الانسجه الليفيه ديت بقى او المفاصل الليفيه ديت مع تقدم العمر النسيج الليفي ده بيتحول لعظم. يعني النسيج الليفي ده مع تقدم العمر كده بيتحول لعظام، وبالتالي هنا كده ما يبقاش فيه مفاصل ليفيه. يبقى المفاصل الليفيه زي مثلا المفاصل اللي بتكون موجوده في الجمجمه مع تقدم العمر بتتحول الى عظام. يبقى انت عندك هنا كده مثلا لما اجي اقول لك بالشكل ده مثلا كده، اقول لك المفاصل الليفيه هنا بالعمر مثلا او الزمن، وادي اقول لك ده كده اللي هي الانسجه الليفيه. مع التقدم في العمر ايه اللي بيحصل ليها؟ هتلاقي ان الانسجه الليفيه ديت عماله بتقل. يبقى في الاول عند الولاده كانت كبيره، بعد كده بتلتحم. يبقى المفاصل الليفيه ديت او الانسجه الليفيه تلتحم وتتحول مع تقدم العمر الى انسجه عظميه. يبقى ايه اللي بيحصل ليها؟ بيحصل ليها عمليه تحول. كان في نسيج ليفي، في هنا نسيج ليفي اتحول الى نسيج عظمي، يبقى حصل ليه عمليه تحول. فبالتالي نسبه الانسجه الليفيه مع مرور العمر بتبدا ان هي تقل. وعشان كده الطفل اللي لسه مولود الجمجمه بتاعته ما بتكونش لسه ناشفه قوي، بتكون لسه عباره عن انسجه ليفيه لينه ضعيفه، لكن بعد كده بتتحول لعظم حاجه ناشفه. فعشان كده طبعا جمجمه الشخص البالغ اكيد اقوى من الطفل. دي كده اول حاجه اللي هي المفاصل الليفيه. تعالى ناخد المفاصل الغضروفيه، وده الكلام سهل جدا. قلنا الليفيه ديت معظمها لا يسمح بالحركه، معظمها بيكون ما عندوش حركه. الغضروفيه ديت بقى بتسمح بالحركه، ولكن الحركه هنا حركه محدوده جدا، يعني حركه قليله جدا. يعني مثلا عندك مفصل غضروفي في الفقرات، انت تقدر تحرك الفقرات ولكن حركه ضعيفه جدا جدا جدا. يبقى ده كده اللي هي بتكون المفاصل الغضروفيه. زي ما قلت لك المفاصل الغضروفيه مثال عليها اللي هو القرص الغضروفي اللي بيكون موجود بين اجسام الفقرات وبعضها، تلاقي هنا في قرص غضروفي، يبقى ده كده مثال على المفاصل الغضروفيه. يبقى احنا كده قلنا ان انت عندك الغضاريف او المفصل الغضروفي ده بيسمح بحركه محدوده جدا، مثال عليه مثلا اللي موجود بين اجسام فقرات العمود الفقري، وركز بيكون موجود بين جسم الفقره. لكن قلنا ان النتوءات المفصليه العلويه والسفليه ده بيكون موجود اللي هو عنده المفصل الزلالي. طب ايه خصائص المفصل الغضروفي ده اللي احنا لسه متكلمين عليها في الغضروف؟ ان هي بتكون موجوده عند اطراف العظام او نهايات العظام المتجاوره عشان تمنع احتكاك العظام وتحمي العظام من التآكل. فهي بتكون موجوده فين؟ ادي عظمه اهي وادي عظمه اهي، هي بتيجي عند نهايه العظمه ويبقى هنا في غضروف، وعند نهايه العظمه ويبقى هنا في غضروف. فهي بتربط نهايات العظام المتجاوره ببعض، ادي نهايه هي ونهايه هي، هي ربطتهم ببعض وتمنع العظام من التآكل. ده كده المفصل الغضروفي خلص خلاص. اخر حاجه بقى المفصل الزلالي، وده اللي فيه كلام شويه. المفصل الزلالي ده هو عباره عن اغلب مفاصل الجسم، اغلب مفاصل الجسم عباره عن مفصل زلالي. يعني احنا مثلا اتكلمنا على العمود الفقري، قلنا كم مفصل غضروفي؟ قلنا اللي بين الاجسام الفقرات بس هو الغضروف، لكن الباقي كله النتوءات المفصليه العلويه مع السفليه غضروف، الضلع مع جسم الفقره عفوا النتوءات المفصليه العلويه مع السفليه زلالي. قلنا الفقره العنقيه الاولى مع الثانيه زلالي، الفقره العنقيه الاولى مع الجمجمه زلالي، قلنا الضلع مع جسم الفقره زلالي، الضلع مع النتوء المستعرض برضو زلالي. ففعلا هتلاقي ان اغلب مفاصل الجسم عباره عن مفاصل زلاليه. يبقى المفاصل الزلاليه ديت هي اغلب مفاصل الجسم. طالما هي اغلب مفاصل الجسم يعني اكيد فيها صفات حلوه، فعشان كده هي اللي ماليه الجسم كله، هي الاغلب في الجسم. فديت لما تيجي تبص عليها تلاقي ان ديت عندها اكبر مدى من الحركه. يعني المفاصل الزلاليه ديت هي اللي بتخلينا نتحرك حركه واسعه، يعني مثلا حركه الفخذ، حركه الركبه، حركه الكوع، حركه الكتف، الدراعين والرجلين، ديت كلها عباره عن مفاصل زلاليه. فهي بيكون عندها اكبر مدى من الحركه. طب ايه مستر تاني من مميزاتها مخليها ان هي بتكون موجوده في اغلب الجسم كده؟ قال لك ان هي عباره عن مفاصل مرنه فيها نسبه من المرونه عشان تتحمل الصدمات. يعني هنا المفاصل الزلاليه ديت لو انت مثلا اتخبطت في ركبتك ما يحصلش مثلا اصابه على طول، لا المفاصل ديت بيكون فيها نسبه من المرونه، حاجه مطاطيه كده. تخيل مثلا ان انت معاك حبل، الحبل ده ضربته من النص كده اتقسم نصين، لكن لو معاك حبل بيتمط جيت تضربه من النص كده اتمط معاك او اتشد معاك ما اتقطعش. فهنا ديت كده اللي هي مرنه، فبتقدر ان هي تتحمل الصدمات وتمتص الصدمات من غير ما تتصاب. كمان المفاصل الزلاليه ديت بتكون عباره عن عظام مرتبطه ببعضها، بينها في النص بيكون فيه سائل مصلي او زلالي.
مش احنا قلنا اي عظمتين بالشكل ده كده اكيد هيكون في طبقة غضروفية هنا على طرف العظمة ديت، وطبقة غضروفية هنا على العظمة ديت. يبقى انت عندك هنا طبقة غضروفية وهنا طبقة غضروفية. الطبقات الغضروفية ديت قلت لك هي اللي بتربط نهايات العظام ببعض، فالغضاريف ديت بتبدأ ان هي تنزلق على بعض. لما انت بتيجي تتحرك العظام ديت بتقرب من بعض بالشكل ده، فالغضروف اهو والغضروف اهو بيبدأوا ان هما بيلمسوا بعض. عشان كده كتر الحركة بيؤدي مثلا او تطلع السلم مثلا كتير او تنزل كتير، كتر الحركة مع مرور العمر بيعمل خشونة في المفاصل. خشونة المفاصل ديت اللي هي تاكل الغضاريف، فالعظام بتبدأ ان هي تحتك ببعضها. فهنا بيقول لك ان السائل المصلي او السائل الزلالي اللي هنا ده بيسهل يعني من انزلاق الغضاريف التي تكسو اطراف العظام. يعني ايه السائل المصلي او السائل الزلالي ده؟ ادي عظمه اهي وعليها هنا طبقه من الغضروف، وادي عظمه اهي وعليها هنا طبقه من الغضروف. لما انت تيجي تتحرك الغضروف ده هو كمان بيتحرك، فالغضاريف ده بتبدا ان هي تنزلق على بعض كده، بينزلوا على بعض. يعني بتلاقي العظمتين هم قربوا من بعض، فالغضروف اهو والغضروف اهو. فعشان ينزلقوا كده تخيل مثلا ان انت عندك حاجه، الحاجه ديت ناشفه. انت عندك حاجه مثلا زي الباب، مثلا الباب بيجي يقفل ويفتح بصعوبه، فانت عايز تخلي الحركه بتاعته تبقى سهله، فبتعمل ايه؟ بتحط هنا في الباب كده، بتحط في النص كده زيت. الزيت ده بيعمل ايه؟ بيعمل سهوله في الحركه، بيلينه كده وبيخليه يعرف يتحرك بسهوله. يبقى ده كده السائل المصلي او السائل الزلالي. يبقى احنا كده تاني قلنا ان المفاصل الزلاليه ديت هي بتكون موجوده في معظم مفاصل الجسم. قلنا ايه السبب في كده؟ قلنا ان هي بتكون مرنه، بتتحمل الصدمات، وبيكون عندها سهوله الحركه واكبر مدى من الحركه. ليه سهوله الحركه؟ بسبب ان في سائل مصلي او سائل زلالي ده بيحصل منه انزلاق الغضاريف اللي بتكسو اطراف العظام. والغضاريف ديت بتكون عباره عن ماده غضروفيه شفافه من سائل موجوده عند اطراف العظام عشان تمنع احتكاك العظام، وبالتالي تخلي فيه سهوله للحركه بتاعه العظام باقل احتكاك، فتحافظ على العظام وتحميها من التآكل. المفاصل الزلالية ديت بقى في منها أنواع. فالمفاصل الزلالية ديت بيكون في منها نوعين: في مفاصل زلالية محدودة الحركة، وفي مفاصل زلالية واسعة الحركة. محدودة الحركة ديت اللي هي بتكون في النص، يعني ديت كده دراعه من فوق الكتف، ومن النص هنا الكوع، هنا الرجل من فوق بيكون في مفصل الفخذ، ومن هنا الركبة. الاتنين اللي في النص دول محدود الحركة، الاتنين اللي فوق دول بيكونوا واسع الحركة. يبقى انت عندك ايه هو اللي هو محدود الحركة؟ الامثلة اللي عليها اللي هي هيكون حاجات اللي في النص. في النص في الرجل، في الرجل من تحت ده مفصل الركبة، واللي في النص في الايد هو مفصل القوة. لكن الحاجات اللي من فوق ديت هي اللي بتكون واسعة الحركة. زي ايه؟ اللي بيكون من فوق الركبة على طول اللي هو مفصل الفخذ، واللي فوق الكوع اللي هو مفصل الكتف. يبقى اللي في النص الركبة والكوع دول محدود الحركة، لكن اللي فوق الفخذ والكتف ده بيكون واسع الحركة. يعني ايه بقى محدود الحركة ويعني ايه واسع الحركة؟ محدود الحركة يعني الحركة بتاعت المفصل ده بتكون في اتجاه واحد فقط، بتكون في اتجاه واحد فقط. لكن اللي هو واسع الحركة ده بيكون في جميع الاتجاهات. يبقى انت عندك تاني محدود الحركة اللي هو ايه؟ الركبة والكوع. واسع الحركة اللي هو الفخذ والكتف. محدود الحركة ده بيكون في اتجاه واحد، لكن واسع الحركة ده بيكون في جميع الاتجاهات. لما يجي يجيب لك مثلا مفصل زلالي وليكن مثلا مفصل الركبة، فبيكون هنا في عظمة الفخذ، هنا بيكون في عظمة القصبة، هنا بيكون في عظمة الشظي. اللي بيكون متصل زي ما قلنا الفخذ والقصبة عشان يعملوا مفصل الركبة، وطبعا مع عظمة الركبة. فهنا بيكون في طبقة غضروفية، هنا بيكون برضو في طبقة غضروفية، هنا بيكون في السائل المصلي أو السائل الزلالي. ويجي يعمل لك هنا جزء كده باللون الأحمر. أي حاجة تشوفها باللون الأحمر ده بتكون عبارة عن عضلة، بتكون باللون الأحمر مخططة كده، ده بتكون عضلة. لكن العظام بيعملها لك بتكون باللون الأصفر. يبقى اللي بيعملها لك باللون الأصفر ده بتكون عبارة عن عظمة، اللي بيعملها لك باللون الأحمر ده بتكون عبارة عن العضلة. يبقى العضلات بتكون لونها محمر شوية، لكن العظام ده بيكون لونها أصفر. وطبعا الطبقة ديت اللي هو الغضروف، واللي في النص ده اللي هو السائل المصلي أو السائل الزلالي، وده كله كده اللي هو مفصل الركبة. لما ناخد كمان شوية الأربطة هنعرفه كمان شوية بالتفصيل. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ احنا كده خلصنا الغضاريف وخلصنا المفاصل. فاضل كده حاجتين: فاضل الأربطة
والاوتار. تعال نتكلم اول حاجة على الاربطة. احنا قلنا الغضاريف ديت عبارة عن نسيج ايه؟ قلنا الغضاريف ديت هي عبارة عن نسيج ضام هيكلي. برضو الاربطة ديت عبارة عن نسيج ضام، ولكن ديت عبارة عن نسيج ضام ليفي. يعني ايه نسيج ضام ليفي؟ النسيج الضام ليه انواع، ففي نسيج ضام ليفي، في نسيج ضام هيكلي. الغضاريف والعظام دول نسيج ضام ليفي، الاربطة والاوتار الاتنين دول نسيج ضام ليفي. يبقى انت عندك حاجتين، عندك العظام والغضاريف اللي هو الهيكل العظمي والغضاريف، اول اتنين دول نسيج ضام هيكلي، اخر اتنين الاربطه والاوتار دول نسيج ضم ليف. طب المفاصل لا دي ولا دي، لان اصلا قلت لك المفاصل ديت مش نسيج، ده المفاصل ديت مكان، المكان اللي هو التقاء العظام. فبالتالي انت عندك اخر اتنين اربطه واوتار دول نسيج ضم ليفي، اول اتنين اللي هي العظام الهيكل العظمي العظام والغضاريف دول عباره عن نسيج الضم الهيكلي. فالاربطه ديت عباره عن نسيج ضم ليف، بس هي بتكون عباره عن حزم من النسيج الضام الليفي بتثبت اطرافها على عظمتي المفصل. يعني ايه؟ يعني انت عندك عظمة اهي، وادي عظمة اهي، بتلاقي فيه رباط، الرباط ده وظيفته ان هو يربط العظام دي ببعض، فتلاقي الرباط اهو بيثبت الطرف على العظمة دي ويثبت الطرف على العظمة دي. يبقى الرباط عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن حزم منفصلة. يعني ايه حزم منفصلة؟ يعني ده كده نسيج ليفي اهو، وده نسيج ليفي، ده نسيج ليفي، ده نسيج ليفي، ده نسيج ليفي، عملوا حزمة. يبقى دول كده مع بعض كذا نسيج جنب بعض عملوا حزمة. في نسيج ونسيج 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 عملوا حزمة كمان، نسيج ونسيج 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 عملوا حزمة كمان. يبقى ده حزمة وده حزمة وده حزمة، كلهم منفصلين عن بعض مش متصلين ببعض. يبقى ده حزم جواها نسيج ضم ليف، ده حزمة جواها نسيج ضم ليف، ده حزمة جواها نسيج ضم ليف. يبقى ده عبارة عن حزم منفصلة عن بعض، والحزم دي بتتكون من نسيج ضم ليفي. الرباط اللي بيتكون من الحزم ده بيثبت الطرف والطرف ده على عظمتي المفصل. يعني ده عبارة عن مفصل هو اللي هو التقاء عظمتين او اكتر، الرباط يجي يثبت الطرف بتاعه على العظمه دي والعظمه ديت. والرباط ده اصلا من جواه بيتكون من ايه؟ بيتكون من حزم منفصله عن بعض، والحزم ده بيتكون من النسيج الضام الليفي. يبقى الرباط لما نيجي نقول بقى تعريفه، هو عباره عن حزم منفصله من النسيج الضام الليفي تثبت اطرافها على عظمتي المفصل. يبقى ده كده اللي هو الرباط. يبقى تاني ايه هو الرباط؟ هو عبارة عن حزم منفصل. يعني ايه حزم منفصل؟ يعني كل حزمة لوحدها كده. الحزم دي بتتكون من نسيج ضام ليف بيثبت اطرافه على عظمتي المفصل، فديت عظمة وديت عظمة، بتلاقي الرباط بيوصل بينهم كده. طب ايه هي وظيفة الرباط من اللي احنا لسه قايلينه؟ قلنا وظيفة الرباط رقم واحد ان هو اسمه رباط، يعني بيربط ربط العظام اللي هي عند المفاصل ببعضها. بيربط العظام ببعضها ازاي؟ ان ديت عظمة وديت عظمة، الرباط يروح جاي بيوصل بينهم كده. طب رقم اتنين، لما بيربط العظام بيسكت؟ لا، هو بيربط العظام وبيحدد كمان اتجاه الحركة بتاعتها. يعني العظمة ديت تتحرك على فوق ولا تتحرك لتحت، تتحرك يمين ولا تتحرك شمال. مش احنا سالين ان في مفاصل محدودة الحركة في اتجاه واحد وفي مفاصل في جميع الاتجاهات؟ فبالتالي هنا اللي بيحدد الحركة ديت هي وظيفة الأربطة. يبقى الأربطة بتعمل ايه؟ بتربط العظام ببعض وتحدد حركة العظام عند المفاصل في الاتجاهات المختلفة. فيقول لك مثلا لو حصل قطع في تركيب هيؤدي الى عدم تحديد حركة او عدم تحديد اتجاهات العظام، يبقى ده كده هتكون الاربطة، تختار الاربطة. يبقى وظيفة الاربطة حاجتين، بتربط العظام ببعض عند المفاصل وبتحدد اتجاه الحركة. يبقى مسكت العظام في بعض وحددت اتجاه حركتها يكون في انه اتجاه. طب ايه بقى الخصائص بتاعة الاربطة؟ خصائص الاربطة اول حاجة ان هي بتتميز بالمتانة والقوة. ايه هي المتانة؟ المتانة ديت ان هي حاجة قوية جدا ما تتقطعش بسهولة، يبقى ديت كده بتتميز بمتانة قوية. المتانة قوية يعني الرباط ده قوي، مش من اي مثلا ضغط عليه. يعني انت مثلا عندك اربطة في الركبة، مش من اي خبطة مثلا الاربطة ديت تتقطع. تاني حاجة، الاربطة ديت بيكون فيها درجة عالية من المرونة. درجة عالية من المرونة عشان لو المفصل اهو اللي هو التقاء عظمتين، ففي هنا رباط، المفصل ده لو اتعرض لضغط، الرباط لو هنا ده مفهوش مرونة هيتقطع. عامل زي ما تيجي تضغط مثلا على حاجة
مش هي ما فيهاش مرونه مش بتتمط فتتقطع، لكن لو ضغطت على حاجه فيها مرونه هتلاقي عادي بتتمط معاك ومش هتتقطع. فالرباط بيكون في درجه عاليه من المرونه عشان تسمح ان طوله يزيد لو المفصل اللي اتعرض لضغط خارجي عشان ما يتقطعش. يبقى الرباط حزم منفصل من نسيج الضام الليفي بيثبت اطرافه على العظمتين اللي موجودين في المفصل. ايه خصائص الرباط؟ متانة قوية ودرجة عالية من المرونة عشان تسمح بزيادة طوله قليلا إذا تعرض المفصل لضغط خارجي عشان ما يتقطعش. فيجي مثلا يقول لك الشكل ده كده، كل ما الضغط هيزيد ايه اللي هيحصل في الرباط؟ هيزيد 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 لحد ما يجي طبعا وقت وهيتقطع. يبقى هو عنده مرونة، هيزيد هيزيد، بس كل ما تزود الضغط أكيد هيجي عند حد مش هيقدر يزيد عن كده وهيتقطع. وعشان كده بتسمع مثلا عن حالات يقول لك حصل له قطع في الرباط الصليبي، حصل له تمزق في الأربطة. فهو عنده عنده مرونة عشان تسمح بزيادة طوله قليلا، يعني هو يزيد درجة بسيطة، الضغط لو زاد عن كده هيبدأ ان هو يتقطع. ايه وظيفتها؟ قلنا وظيفتها حاجتين: ربط العظام ببعضها، هو رباط يبقى بيربط العظام ببعضها، وخد بالك بيربط العظام فديت عظمة وديت عظمة. فيجي مثلا يقول لك حاجة بتربط مكونين س وصاد، وبس المكونين دول بيكونوا من نفس نوع النسيج، يبقى اكيد ده عظمة وده عظمة زيها، يبقى ده كده اللي هو الرباط. طب بيقول لك في حاجه بينهم هنا في النص، يبقى اكيد ده المفصل، التقاء عظمتين اللي هو المفصل، بيربط العظام وبيحدد حركه العظام في الاتجاهات المختلفه، دي كده اللي هي الاربطه. طب مثال على الاربطه، هناخد الاربطه اللي موجوده في مفصل الركبه. مفصل الركبه زي ما قلت لك عندك اهو عظمه الفخذ، وادي عظمه القصبه، وادي عظمه الشظي اللي هي الصغيره دي. عندك هنا بيكون في غضاريف اللي هي تكسو اطراف العظام، وفي السائل المصلي او السائل الزلالي. الأربطة بقى اللي موجودة في مفصل الركبة ايه هي؟ عندك أول حاجة الرباط الصليبي الأمامي. الرباط الصليبي طبعا ده أشهر رباط، ففي رباط من فوق وفي رباط من تحت. الرباط الصليبي الخلفي من ورا أهو، أنت مش هتشوفه طبعا، الرباط الصليبي الخلفي، يبقى ده كده الرباط الصليبي الخلفي، ده بيكون موجود من ورا. يعني أنت هتشوفه من قدام ولا من ورا؟ أكيد من ورا. في من فوق وبيجي من فوق كده الرباط الصليبي الأمامي. فعشان كده انت لو جبت منظر امامي للركبه هتشوف الرباط الصليبي الامامي ولا الخلفي؟ انت هتشوف الامامي كامل، لكن الخلفي هتشوف جزء منه اللي هو حته من فوق حته من تحت كده. لكن لو جبت المنظر الخلفي هيكون العكس، هتشوف الخلفي كامل والامامي مش كامل. يبقى ده الرباط الصليبي الخلفي، واللي فوق ده الرباط الصليبي، رباط صليبي امامي. ده طبعا عظمه الفخذ، ودي ديت عظمه القصبه، ودي ديت عظمه الشظيه. بيقول لك بقى عظمة الفخذ ديت بترتبط بعظمة القصبة عن طريق رباط من هنا كده، رباط اهو جاي بيوصل العظمتين دول ببعض، رباط من الجنب، الرباط ده اسمه الرباط الوسطي. وفي رباط بيربط عظمة الفخذ بعظمة الشظية، رباط جاي من الجنب اسمه رباط جانبي. يبقى انت كده عندك كام رباط في مفصل الركبة؟ عندك 4 أربطة. رباط صليبي من ورا خلفي، اللي جاي عليه من قدام بيغطيه كده، ده الرباط الصليبي الأمامي اهو، الخلفي ما بقاش موجود، ما بقاش ظاهر. الفخذ مع القصبة من الجنب هنا كده اسمه رباط وسطي، والفخذ مع الشظية من هنا كده اسمه الرباط الجانبي. مش احنا قلنا ان الشظية ديت عظمة خارجية يعني في الجنب، يبقى ده الرباط الجانبي. الاتنين اللي في النص الصليبي، اللي فوق يبقى صليبي امامي، اللي تحت صليبي خلفي، واللي من الجنب هنا ده موجود في نص الركبة، يعني ده كده بيكون اللي هو الرباط الوسطي. يبقى انت عندك 4 أربطة: الصليبي الامامي والصليبي الخلفي والرباط الوسطي والرباط الجانبي. لما اجي اقول لك عظمة الفخذ بتكون ماسكة في كام رباط؟ ماسكة في 4 أربطة: الرباط الوسطي، والرباط الصليبي اللي هو النوعين بس، الصليبي الأمامي والصليبي الخلفي، والرباط الجانبي. الفخذ ده تحتها عظمتين، العظمة اللي تحتها اللي هي عظمة القصبة، والناحية التانية اللي هي الخارجية اللي هي عظمة الشظية. الشظية ديت بتكون ماسكة عن طريق رباط واحد اللي هو الرباط الجانبي، يبقى ده كده اللي هي عظمة الشظية. يبقى عظمة الشظية ماسكة في الفخذ عن طريق رباط واحد اللي هو الرباط الجانبي، لكن الرباط الوسطي والرباط الصليبي الأمامي والصليبي الخلفي
دول كلهم بيكونوا ماسكين في عظمة واحدة اللي هي عظمة القصبة. يبقى عظمة القصبة بترتبط بالفخذ عن طريق كام رباط؟ عن طريق 3 أربطة، اللي هو الرباط الوسطي والرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي. لكن الفخذ ماسكة في الشظي عن طريق رباط واحد اللي هو الرباط الجانبي. تعالى نتكلم بقى على تمزق الأربطة. تمزق الأربطة ده بيحصل في حالة واحدة بس، وهي حالة التواء المفاصل. يعني لما يجي يقولك مثلا حصل التواء في مفصل الركبة، يبقى ده كده يعمل تمزق مثلا في الرباط الصليبي الأمامي أو الرباط الصليبي الخلفي. يعني لما تكون مثلا بتلعب كورة، أول لما تلاقي واحد رجله التوت، يقولك مثلا رجلي اتلوت كده، اعرف ان على طول ده كده يكون أول لما هيكشف ومش قادر يمشي على رجله، اعرف ان ده كده عنده على طول تمزق في الأربطة. يبقى تمزق الأربطة ده بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب التواء المفاصل. كده احنا خلصنا كل حاجة على الأربطة. فاضل آخر حاجة رقم 5، وهي الأوتار. أنا لسه قايل لك إن الأربطة بتربط عظام بعظام. الأوتار ديت بقى مختلفة شوية، إن هي بتربط العضلة بالعظمة. يبقى ده عظمة عادي اهي، بس هنا عضلة. قلت لك العضلة بتعرفها ازاي أو بيجيبها لك ازاي؟ بيجيبها لك لونها بيكون أحمر. لونها بيكون أحمر كده، وبتكون فيها خطوط كده بتكون لونها أحمر. يبقى أول لما تلاقي حاجة لونها أحمر كده مرتبطة بحاجة لونها بيكون أصفر، ديت كده عبارة عن عظمة ماسكة في عضلة. اللي بيربط بقى العظمة، اللي بيربط العظمة بالعضلة، ده كده بيكون اسمه وتر. يبقى أول لما تشوف عظمة بعظمة يبقى ده الرباط. أول لما تشوف عظمة بعضلة يبقى ده كده الوتر. الوتر لسه قايل لك برضو من شوية إن هو عبارة عن نسيج ضام ليفي، بس هنا نسيج الضام ده بيكون قوي. يعني الأوتار بتكون أقوى شوية من الأربطة. يعني لو هنتكلم مقارنة بين الأربطة والأوتار، لا الأوتار ده بتكون أقوى. ايه وظيفتها؟ وظيفتها ان هي تيجي عند المفصل بتربط العضله بالعظمه. طب ايه فايدتها؟ يعني الحركه ديت فايدتها ان هي بتسمح بالحركه. مش انت عارف ان في عصب بيجي للعضله يخليها تنقبض وتنبسط؟ فانقباض وانبساط العضله ده هو اللي بيعمل الحركه. فالحركه ديت عشان تتنقل للعظمه والعظمه ديت تتحرك، الحركه هنا العضله ديت لما تنقبض بتتقلص وحجمها بيصغر. فحجمها بيصغر كده وتلاقي السمك بيزيد، فتروح جايه شد الوتر اللي ماسكها، فالوتر يشد العظمه، فالحركه هنا تحصل في العظمه. طب العظمه ديت مين اللي هيحدد اتجاه الحركه بتاعتها؟ لسه قايلين الرباط. يبقى لما اجي اقول لك ترتيب الحركه بتحصل ازاي، هتقول لي اول حاجه في سيال عصبي بيوصل للعضله. الاعصاب بتبعت امر بالانقباض للعضله، وهناخدها بالتفصيل المره الجايه. العضله ديت لما تنقبض تشد الوتر اللي ماسكها، فالوتر ده لما ينقبض، الوتر ده بيكون اصلا ماسك العضله في عظمه، فلما السيال العصبي يخلي العضلة تنقبض تشد الوتر، فالوتر يشد العظمة ويحركها، والعظمة ديت اتجاه الحركة بيتحدد بسبب الأربطة، والأربطة ديت ماسكة من الناحية التانية في عظمة كمان. يبقى الخلايا العصبية هتروح على العضلة، العضلة تشد الوتر يشد العظمة، الرباط، بعد كده العظمة التانية. يبقى ده كده اتجاه الحركة أو مسار الحركة. يبقى الأربطة ديت عبارة عن نسيج ضام قوي. يبقى القوة الأربطة أقوى ولا الأوتار أقوى؟ لا الأوتار بتكون أقوى. فلو هنعمل كده مقارنة سريعة بين الوتر والرباط من حيث القوة، الأوتار هتكون أكثر قوة من الأربطة. طب لو المقارنة ديت من حيث المرونة، لا الأربطة في الحالة ديت هي اللي هتكون أكتر مرونة من الأوتار. طب لو هنتكلم مثلا من حيث الوظيفة، من حيث الوظيفة لسه قايلين ان الاربطه ديت تحدد اتجاه الحركه، لكن اصلا الاوتار ديت هي المسؤوله عن نقل الحركه، بتنقل الحركه من العضلات الى العظام. لكن الاربطه ديت هي وظيفتها بس انها بتحدد اتجاه الحركه. طب تعالى ناخد مثال على الاوتار زي ما خدنا مثال على الاربطه. مثال على الاوتار وتر اسمه وتر اخيل. وتر اخيل ده بيكون موجود فين؟ انت عندك عظمه الشظيه اللي هي بتكون الخارجيه ديت، في عضلة عندها اللي هي العضلة التوأمية، عضلة اسمها العضلة التوأمية أو عضلة بطن الساق، اللي احنا بنقول عليها كده بينا وبين بعضنا اللي هي السمانة. العضلة اللي موجودة من ورا ديت كده تحت الركبة على طول من ورا، اللي هي عضلة السمانة ديت بقى علميا اسمها ايه؟ اسمها العضلة التوأمية
او عضلة بطن الساق. العضلة التوأمية او عضلة بطن الساق ديت بتكون ماسكة من تحت في القدم، ماسكة من تحت في العظمة الخلفية. قلنا العظمة الخلفية ديت اللي هي اسمها عظمة كعب القدم. قلت لك اي عظمة ماسكة في عضلة عن طريق رباط، يبقى هنا كده بتلاقي ان في رباط موصل العضلة ديت بالعظمة ديت، اسمه هنا عفوا في وتر، اسمه وتر اخير. يبقى العضلة بالعظمة بيكون في بينهم وتر. الوتر اللي هنا ده بيوصل العضلة التوأمية او عضلة بطن الساق بعظمة كعب القدم اللي هو الوتر. العضلة ديت لما تنقبض الوتر يتشد فيشد العظمة فترفعها لفوق، فتلاقي كعب القدم اترفع لفوق، فصابع القدم اهي، وتلاقي رجلك كده بقت مرفوعة لفوق عن الأرض. أدي الكعب أهو بقى مرفوع عن الأرض. يبقى العضلة ديت لما تنقبض هتترفع لفوق فتشد الوتر لفوق فيشد الكعب لفوق، فبالتالي كده يعمل الحركة لفوق، فبتلاقي رجلك كده مرفوعة عن الأرض. يبقى رجلك من ورا بتترفع عن الأرض والجزء اللي قدام من عند الأصابع ده بينزل لتحت. يبقى حركة الوتر ده بينتج عنها حركتين عكس بعض، الكعب بيطلع لفوق والأصابع بتنزل لتحت. يعني لو أنت قاعد دلوقتي كده نشف العضلة التوأمية ديت أو عضلة السمانة ديت، كل ما تنشفها هتلاقي رجلك من ورا بتترفع لفوق والأصابع بتنزل تحت لحد ما تكون لازقة على آخرها في الأرض. يبقى ده كده الحركة بتاعة وتر أخير. زي ما خدنا برضو أسباب تمزق الوتر، قلنا اللي هي أسباب تمزق الوتر هو التواء المفصل. لو حصل التواء يبقى ده كده هيعمل على طول تمزق في الأربطة. طب تعالى نتكلم على تمزق الوتر. ايه اسباب تمزق الوتر؟ تمزق الوتر هنا اكتر شويه من تمزق الرباط اللي هو كان حاجه واحده التواء المفصل. تمزق الوتر ثلاث حاجات. رقم واحد ان انت تعمل مجهود عنيف. رقم واحد بذل مجهود عنيف، ان انت مثلا تعمل مجهود عنيف، تقعد مثلا تجري مسافه كبيره قوي، تشيل حاجه تقيله وتتحرك بيها كتير. انت مثلا بتتمرن في الجيم لفتره كبيره وبتشيل اوزان تقيله، ديت ممكن تعمل تمزق للوتر. طب تاني سبب يعمل تمزق في الأوتار هو تقلص العضلة بشكل مفاجئ. يعني ايه تقلص؟ انا لسه قايل لك انقباض. انت عندك العضلة في الحالة العادية وليكن مثلا ده بيكون كده طولها، اول لما تتقلص بتلاقيها بقت عاملة كده. ايه اللي حصل؟ الطول قل ولكن العرض او السمك كده زاد. يعني انت مثلا لما اقول لك وريني العضلات بتاعتك بتروح تاني دراعك كده عشان العضلة تكبر، كده انت عملت انقباض قصرتها، وكمان هنا السمك زاد فالعضلة بانت ان هي كبيرة. يبقى لما يحصل انقباض العضلة حجمها بيقل، ده كده اللي هو اسمه التقلص. يبقى يعني ايه تقلص؟ ديت معناها صغر الحجم او الانقباض. يبقى انقباض او اللي هي بين قوسين كده يعني صغر الحجم بتاع العضلة، الطول بتلاقيه بيقل كده، ده كده اللي هو الانقباض. يعني اول حاجة بذل مجهود عنيف، ان انت تعمل مجهود عنيف. رقم اتنين انقباض العضلة بشكل مفاجئ، العضلة تنقبض لوحدها بشكل مفاجئ، ده برضو كده يعمل تمزق في الوتر. اخر سبب اللي هو رقم تلاتة، كده قلنا بذل مجهود عنيف، تقلص العضلة بشكل مفاجئ، ورقم ثلاثة انعدام المرونة في العضلات. انعدام المرونة في العضلة برضو ده يؤدي إلى تمزق الوتر. يعني العضلات بيكون فيها نسبة من المرونة عشان تسمح برضو بزيادة طولها لما تيجي تنقبض وتنبسط. لو المرونة وقفت في العضلة ده يؤدي برضو إلى تمزق الوتر. يبقى تمزق الوتر ثلاث حاجات، إن أنت تعمل مجهود عنيف، أو العضلة ليها حاجتين، تتقلص بشكل مفاجئ تنقبض بشكل مفاجئ، أو المرونة ما تبقاش موجودة فيها تنعدم. فبالتالي كده تعالى نلخص كده التمزق للأربطة والأوتار. أول لما تسمع كلمة التواء، التواء المفصل، أول لما تشوف كلمة التواء يبقى احنا كده بنتكلم على تمزق الأربطة. أول لما تشوف مجهود عنيف، مجهود عنيف أو حاجة ليها علاقة بالعضلات، سواء كان انقباض أو تقلص بشكل مفاجئ، أو انعدام المرونة في العضل، انعدام المرونة، ده كله كده هيكون عبارة عن تمزق للأوتار. يبقى تمزق الأربطة هي حاجة واحدة بس التواء المفصل، تمزق الأوتار مجهود عنيف أو العضلات يا إما تنقبض بشكل مفاجئ أو انعدام المرونة في العضلة. كده آخر حاجة بقى هنتكلم عليها عشان نبقى خلصنا كل حاجة في الأوتار، هنتكلم على أعراض تمزق الوتر
والعلاج بقى بتاعه. يعني ايه الاعراض لو واحد مثلا حصل له تمزق في وتر اخيل؟ الاعراض بتلاقي اول حاجه رقم واحد عدم القدره على المشي، ما بيكونش قادر يمشي، عدم القدره على المشي. طب رقم اتنين بيكون فيه الام حاده، يعني ما بيكونش قادر يمشي وبيكون طبعا رجله وجعاه جامد. رقم تلاتة بيكون فيه تورم في منطقة الإصابة، يبقى فيه تورم، رجله مورمة، وكمان طبعا وجعاه جامد جدا، في ألم جامد ومش قادر يمشي. طب ايه بقى العلاج؟ العلاج ان هو بيروح يجيب مضاد حيوي، بيجيب اول حاجة المسكنات والأدوية اللي هي مضادة للالتهابات، يبقى بيستخدم أدوية مسكنة للآلام والمضادة للالتهابات. يبقى هو يروح يشتري أدوية لو كان التمزق خفيف. طب لو كان مثلا الوجع جامد قوي ومش قادر يتحمله، مثلا راح كشف في المستشفى وقالوا له انت لازم تجبسها، فهيعمل هنا جبيرة طبية. برضه ده كده لو ما كانش القطع كامل، يعني لو كان القطع جزئي، القطع غير كامل في الوتر، يعني الوتر اهو هو متصل بس في حتة صغيرة كده مقطوعة. طب لو كان بقى القطع كامل، لو كان القطع كامل هنا مفيش غير التدخل الجراحي، لازم يعمل عملية التدخل الجراحي. التدخل الجراحي ده امتى؟ لو كان القطع في الوتر كامل. الاتنين دول لو كان القطع غير كامل، او القطع بنقول عليه مثلا جزئي، في جزء معين مش كامل. فتلاقي مثلا القطع الكامل اللي هو في حالة التدخل الجراحي ده، ادي الوتر اهو والوتر اهو، فتلاقي في مسافة موجودة فاضية كده بين الجزئين. طالما في مسافة فاضية اهو، هو مش متصل ببعضه، يعني هنا القطع كامل، يعني لازم هنا يعمل عملية جراحية اللي هو التدخل الجراحي. كده احنا خلصنا كل حاجة على الدرس. تعالى بقى نشوف الهيكل العظمي 3D ونشرح عليه كل الكلام ده ونقول فيه كل افكار الاسئلة. طبعا احنا بدأنا بالهيكل الطرفي، قلنا اول حاجة الحزام الصدري اللي هو فيه عظمة لوح الكتف، ادي عظمة لوح الكتف اهي اللي هو المنظر الامامي، وادي المنظر الخلفي. ازاي تعرف عظمة لوح الكتف ديت منظر امامي ولا منظر خلفي؟ من خلال العظمة اللي ماشية بالعرض ديت كده، وديت مش عظمة الترقوة، ده هو شكل في العظمة. فالشكل الامامي بتلاقي العظمة كلها هي مسطحة كده ملساء، مفيش فيها اي حاجة. لكن الخلفي بتلاقي فيها العظمة اللي هي اللي بارزة ديت اللي ماشية بعرض العظمة. يبقى ده كده عظمة هي مثلثة الشكل. وادي ده كده اللي هو التجويف الأروح اللي بيستقر فيه رأس عظمة العضد. فهنا ده كده المنظر الأمامي، وادي ده المنظر الخلفي. ادي عظمة الترقوة اللي هي بتكون متصلة اهي من الأمام بعظمة القص، ومن الجنب زي ما قلت لك بتلف عشان تتصل من هنا كده بالنتوء اللي هو موجود في عظمة لوح الكتف. وادي عظمة لوح الكتف، ده الجزء الأمام اهو، هي موجودة ورا عظمة ظهرية داخل فيها اهو رأس عظمة العضد. الطرفان العلويان قلت لك ادي لوح الكتف اهي متصل بيها من الجنب الترقوة. ادي رأس عظمة العضد دخلت في التجويف الأروح. فهنا العضد اهي. بعد كده لما تعدي العضد هنا ده كده اللي هو مفصل الكوع، عندك هنا منطقة الساعد بتتكون من عظمتين. اللي قدام الصباع الكبير يبقى ديت عظمة الكعبرة، اللي قدام باقي الأصابع يبقى ديت هي عظمة الزند. لما تيجي تبص اهو اللي متصل مع الرزغ هي عظمة الكعبرة مش عظمة الزند. طبعا أول حاجة الرزغ راحة اليد والأصابع. هنشوف كمان شوية كل حاجة طبعا بالتفصيل. وادي ده كده اللي هي حركة الزند والكعبرة. فين الكعبرة؟ الكعبرة اللي هي العظمة ديت كده من تحت بتلاقيها نازلة لتحت شوية عشان هي اللي بتتصل مع الرزق. وهنا ديت كده اللي هي عظمة الزند. قلت لك عظمة الزند هي ثابتة اهي، نفس شكلها ثابتة. الكعبرة ديت تروح جاية لفة حواليها كده اللي هي لفة 180 درجة اللي هي حركة نصف دائرية. ادي ده شكله بيعبر عن منظر امامي ومنظر خلفي. المنظر الامامي للدراع والخلفي بتعرفها مع بعض ازاي؟ المنظر الخلفي بتلاقي عظمة الزند داخلة لجوه كده شوية باينة كلها، لكن الامامي بتلاقي هي واقفة هنا. وهنشوفها برضو كمان شوية في الهيكل العظمي. انا بس ماشي يعني هنا على الصور والافكار بسرعة عشان لما انزل لك البي دي اف تبقى فاهم البي دي اف. طبعا ده كده الحزام الحوضي اهو. قلنا هنا الحركوفة، وادي دات كده الحركوفة. قلنا اللي هي بتكون موجودة من قدام، اللي هي بتكون موجودة من قدام ديت اهي اللي هي عظمة العانة. لكن اللي بتكون موجودة من تحت ده كده اللي هي عظمة الورك. قلنا مكان الاتصال بين الاتنين ده عبارة عن الارتفاق العاني. وطبعا ده عبارة عن عظمة الفخذ اهي. وادي ده كده رأس عظمة الفخذ اللي داخل هنا كده في التجويف الحكي. ادي الطرف السفلي عظمة الفخذ، العظمة اللي هي قدام مفصل الركبة ديت عظمة الردفة. وادي ده كده هي اللي هي القصبة الأكبر حجم اللي هي الداخلية اهي في الداخل في النص، لكن اللي من خارج اللي على الطرفين من بره ديت هي عظمة الشظية. عندك هنا أول حاجة الرزغ، ده كده المشط، وادي ده كده الأصابع. هنا في نقطة على التجويف الحكي والتجويف الأروع عشان نبقى قلناها. التجويف الحكي ده بيكون عميق لجوه، يعني قلت لك إن هو بيكون عبارة عن فتحة مقعرة كده.
فهنا ده بيكون عميق، فبص الراس بتاعة العظمة بتخش لجوه قوي. لكن في العضد فوق التجويف الأروح ما بيكونش عميق، بيكون حاجة بسيطة كده، فالعظمة بتخش مسافة صغيرة. فعشان كده بيقولك إن مفصل الكتف بيكون أقل تثبيت من مفصل الفخذ، يعني مفصل الفخذ ده بيكون متثبت جامد قوي. ليه؟ لأن العظمة بتخش لجوه مسافة كبيرة فبتكون متثبتة، صعب إن العظمة دي تتخلع من التجويف ده. على عكس عظمة العضد ممكن تتخلع مثلا مع أي خبطة قوية تحصل في المفصل، يعني مثلا تتخبط في دراعك، العظمة دي سهل إن هي تخرج من التجويف الأروح لأنه مش عميق، لكن التجويف الحكي ده بيكون عميق، فعشان كده الراس بتخش لجوه قوي فصعب إنها تتخلع. فأنت عشان كده تسمع مثلا كتير عن خلع في مفصل الكتف، زي مثلا محمد صلاح كده لما كان اتصاب حصل له خلع في الكتف، أول لما شده العظمة خرجت على طول. ليه؟ لأن هو مش عميق، مش نازلة لجوه قوي. لكن مثلا مفصل الفخذ قليل قوي لما تسمع عن واحد حصل له خلع في مفصل الفخذ. ادي ده برضه هو شكل امامي والشكل الخلفي. تعرف الشكل الامامي والشكل الخلفي ازاي؟ عظمة الرتفة هنا بتكون باينة ان هي عظمة واحدة، هنا ما بتكونش باينة وبيكون فيه زي عظمتين، ادي عظمة اهي وادي عظمة اهي، عظمة اهي وعظمة اهي. يبقى بدل ما كانت عظمة واحدة بقوا اتنين، يبقى طبعا ده كده المنظر الخلفي. وطبعا هنا احنا قلنا ان الحزام الحوضي بيتكون من عظمتين، اللي هي دول كده عبارة عن عظمة. فين الحزام الحوضي؟ ادي الحزام الحوضي اهو، النص ده كده عبارة عن عظمة اللي هي الحركوفة والعانة والورك متصلين بعظمة واحدة، والنص ده عبارة عن عظمة حركوفة وعانة وورك متصلين بعظمة. ده كده الحزام الحوضي بيتكون من عظمتين. لكن لما يجي يقول لك الحوض كله بيتكون من كام عظمة، بيتكون من 4 عظام. ايه الحوض اصلا؟ الحوض هو عبارة عن المسافة ديت كلها، المساحة دي كده كلها، اللي هو الحزام الحوضي زائد فقرة زائد عظمة الفقرات العجزية زائد عظمة الفقرات العصعصية. زي ما واضح اهو ان الفقرات العجزية هي اللي متصلة بالحركوفة او هي اللي متصلة بالحزام الحوضي. فبالتالي واحدة للفقرات العجزية وعظمة للفقرات العصوصية، والحزام الحوضي أصلا بيتكون من اتنين، اللي هو تلاتة هنا ملتحمين في عظمة وتلاتة هنا ملتحمين في عظمة، يبقى الحوض كله بيتكون من 4، لكن الحزام الحوضي بس بيتكون من عظمتين. تعال نقرا الأفكار ديت كده سريعا عشان لو في أي فكرة مقلناهاش نقولها. الترقوة بتنقل وزن الطرف العلوي إلى الهيكل المحوري، إن هي بتكون مرتبطة بعظمة القص. مفصل الفخذ بيكون أكثر ثباتا من مفصل الكتف، وخلاص ديت قلناها لأن التجويف الحكي هو اللي بيكون عميق. الهيكل الطرفي بيتصل بالهيكل المحوري عن طريق ترقوة من كل جانب بالقص، والحركوفة من كل جانب بالعكس، ده بالعجز اللي هي الفقرات العجزية. ده اللي هو الاتصال المباشر 4 عظام. لكن الاتصال غير المباشر هنزود عليهم عظمتين اللي هما بتوع لوح الكتف، لأن احنا قلنا العمود الفقري بيرتبط بالأطراف العلوية عن طريق عظام الكتف. فلما يقول لك الهيكل الطرفي بيتصل بالهيكل المحوري يتصل، يبقى ده عظام متصلة، يعني بيتكلم على الاتصال المباشر هيكون 4. لكن لما يقول لك يربط الهيكل الطرفي بالهيكل المحوري كام عظمة، هتقول له 6. يبقى في فرق يا مستر بين كلمة الربط وكلمة الاتصال؟ طبعا صح. ليه؟ لأن لما أقول لك عظمتين متصلين ببعض، يعني هما كده ماسكين في بعض اتصال مباشر، زي مثلا الترقوة بالقص، زي مثلا العجز بالحركوفة. لكن لما أقول لك يربط، يعني ده عبارة عن عظام رابطة الجزء ده بالجزء ده. فاحنا قلنا العمود الفقري أو الفقرات بتكون مرتبطة بالطرفان العلويان، مرتبطة بواسطة عظام الكتف. يبقى طالما مرتبطة يبقى ده كده مش عايز اتصال مباشر. يبقى لو قال لك الهيكل الطرفي، ركز عشان السؤال ده مهم جدا وجه في امتحان الثانويه، لو قال لك الهيكل الطرفي بيكون متصل بالهيكل المحوري عن طريق كام عظمه، يبقى عايز المباشر 4. لو قال لك يربط يبقى عايز المباشر وغير المباشر عايز كله، يبقى هيكون 6. في الوضع التشريحي قلنا الكعبره بتكون للخارج امام اصبع الابهام، والزين ده اللي بتكون للداخل امام باقي الاصابع، ونفس الكلام على الشظيه، الشظيه هي بتكون للخارج والقصبه هي اللي بتكون للداخل. هي القصبه بتكون للداخل وبينما الشظيه هي اللي بتكون للخارج. بس هنا الفرق ان القصبة هي اللي بتكون امام اصبع الابهام، يعني هنا ما تركزش على الاصابع قوي، يعني في الدراع انت ركز على الاصابع لان بتكون واضحة ومميزة. اللي قدام اصبع الابهام الكعبرة، لكن اللي الناحية التانية يكون الزند. لكن في الوضع التشريحي للقدم القصبة بتكون جهة الداخل والشظي بتكون جهة الخارج. ولو عايز تركز على الاصابع هنا العكس، القصبة هي اللي بتكون موجودة قدام اصبع الابهام. لان لما تيجي تبص هو على الشكل، عندك فين القصبة؟ ادي القصبة اهي، بص هي نازلة على اصبع الابهام، القصبة هي نازلة على اصبع الابهام، لكن الشظية العكس، هي اللي نازلة هنا على الصباع الصغير وباقي الاصابع. تتمفصل عظمة الكعبرة مع عظمة الزند من اعلى بمفصل زلالي مداري. يعني انت عندك عظمة الكعبرة وعظمة الزند، المفصل اللي بينهم بيكون نوعه مفصل زلالي مداري. ليه مداري؟ عشان هو اللي بيسمح بالحركة الدائرية. الحركوفة الظهرية بتتصل بالعمود الفقري في المنطقة العجزية، في الفقرات العجزية. الفقرات العجزية ديت هي موضع التحام نصفي عظام الحوض المتماثلين من الناحية الظهرية. فلما اجي اقول لك
ارتباط نصفي عظام الحوض المتماثلين، ركز ركز ركز، من الناحيه الظهريه من الناحيه الخلفيه يا بدايه الفقرات العجزيه، لان هي اللي ربطهم من ورا. من الناحيه الظهريه اهي الفقرات العجزيه، لكن من الناحيه الاماميه قلنا الجزء ده كده اللي هو الارتفاق العاني. يبقى من الناحيه الاماميه نصفي عظام الحوض بيكونوا مرتبطين عند ايه؟ قلنا بيكونوا مرتبطين فين؟ قلنا عندك هنا الحزام الحوضي، او قلنا من الناحية الامامية بيكونوا مرتبطين عند الارتفاق العاني. لكن لما يجي يقولك من الناحية الخلفية بيكونوا مرتبطين بسبب ايه؟ بسبب الفقرات العجزية. عظام الحوض، لما يجيب لك شكل لعظام الحوض تعرف ازاي او تفرق ازاي ديت انثى او ذكر، وهنشوفها كمان شويه. عظام الحوض عند الانثى بتكون اكثر اتساعا من الذكر. ايه السبب في كده؟ بسبب الحمل والولاده، فالجنين عشان ينزل لازم طبعا الحوض يكون اوسع، فبتلاقي ان عظام الحوض عند الانثى بتكون اكثر اتساعا. وهنعرفها كمان شويه في فصل الهرمونات ان في هرمون هو اللي بيزود المساحه بتاعه عظام الحوض. العظم ليه علاقة بثلاث أجهزة: الجهاز الهيكلي اللي هي العظام، والجهاز الدوري عشان فيه تركيب بيكون الخلايا، والجهاز المناعي عشان فيه خلايا من ضمن اللي بتتكون ديت ليه علاقة بالمناعة، وديت إن شاء الله هناخدها بالتفصيل في الفصل الرابع المناعة. لما نيجي نرتب العظام بقى من حيث الطول تنازليا، اكبر حاجه عظمه الفخذ، بعد كده يعني هتبدا بالرجل وبعد كده تخش على الايد. اكبر حاجه الفخذ، ثم الاتنين اللي تحت قلنا مين اكبر؟ القصبه ثم الشظيه. خش على الايد، مين اللي مقابله للفخذ؟ العضد. مين اللي مقابله للقصبه؟ الزند. مين مقابله للشظيه؟ الكعبره. فبالتالي ده كده ترتيب العظام السته تنازليا من حيث الحجم. اصغر عظمه في الجسم قلنا عظمه الركاب اللي هي بتكون موجوده في الاذن الوسطى. عدد عظام الطرف السفلي بتساوي عدد عظام الطرف العلوي 30، قلنا اي طرف بيساوي 30. لكن عظام اليد 27، عظام القدم 26، اقل بعظم. ايه السبب في كده؟ ان الرزغ في اليد 8 لكن الرزغ في القدم بيكون 7. الفقرات العصوصية لا ترتبط بالهيكل الطرفي، العجزية بس هي اللي بترتبط. مفصل الورك ده بيتكون من رأس عظمة الفخذ مرتبط بالعظام اللي هي بتاعة الحزام الحوضي عند التجويف الحقي، زي ما قلنا بيكون عميق فعشان كده بيكون أكثر ثبات. عدد عظام الحوض بتكون 4 لا تساوي عدد عظام الحزام الحوضي اللي هي بتكون 2. الحوض هنزود عليه عظمة الفقرات العجزية وعظمة الفقرات العصوصية. فقرات بتمنع التحام نصفي عظام الحوض اللي هي الفقرات العجزية لأن هي موجودة بينهم في النص فمنعت التحامهم. التجويف الحقي ده بيتكون من عظمتين اللي هي الثلاث عظام الملتحمين بتاعة الحزام الحوضي وعظمة الفخذ. أقل العظام تأثيرا على الحركة عند تعرضها للشرخ هي عظمة الشظية، لان زي ما انت شفت هي عظمه حجمها صغير وكمان خارجيه. يعني بص هنا لما تيجي تبص على الشكل، عظمه القصبه تقريبا هي قدام كل الاصابع، لكن ديت هي قدام حرفين الصباع الصغير بس، وهو كمان حجمها صغير خارجيه، فديت اقل واحده لو حصل فيها كسر انها تاثر على الحركه. طبعا اكيد هتاثر ولكن اقل واحده، يعني مثلا لو القصبه اتكسرت هتاثر على الحركه بكميه اكبر. رزغ اليد لو س يكون رزغ القدم س ناقص واحد بالظبط زي ما قلنا، والعكس لو مثلا مديك ان رزغ القدم هو اللي س يكون رزغ اليد هنزود عليه واحد يكون س زائد واحد، لان اليد 8 والقدم 7. الشظية بتتمفصل مع القصبة ومع رزغ القدم، عكس الكعبرة. الكعبرة ديت او عكس عفوا الزند ديت بتكون لا تتمفصل مع رزغ اليد. يبقى انت عندك هنا الشظية ماسكة في القصبة وماسكة في رزغ القدم، لكن من فوق الزند ديت هي ماسكة في الكعبرة وماسكة في العضد من فوق، لكن مش ماسكة من تحت في الرزغ. قلنا اللي بيكون ماسك في رزغ اليد هي الكعبرة فقط. كل العظام التالية مسطحة: الحرقوفة وعظمة القص ولوح الكتف، كل العظام دي مسطحة. أهمية عظمة الركبة إيه؟ إن هي بتحمي مفصل الركبة وبتمنع الانزلاق فيه، يعني بتمنع مثلا إن يحصل التواء. المفصل اللي بيتكون من التقاء النتوءات فقط هو مفصل الركبة، ده الوحيد اللي بيتكون من نتوءات فقط. يعني انت بيكون عندك النتوءات، احنا قلنا عظمة الفخذ ديت بيكون اسفلها نتوءان كبيران، يبقى ديت هي اللي بيكون فيها نتوءات بس اللي هو مفصل الركبة، وهو ده اكبر مفصل واكثرهم تعقيدا ان هو بيكون فيه اربطة كتير واوتار زي ما هنشوف كمان شوية. عشان كده اي اصلا سؤال بيجي لك على المفاصل الزلالية بيجيب لك مفصل الركبة. انواع العظام ايه في جسم الانسان عشان اللي ما فهمش ان الفقرات عظام شاذه. عظام شاذه يعني ايه؟ يعني اللي هي طويله ولا هي مسطحه. مسطحه ديت يعني بتكون رفيعه وعريضه زي الجمجمه والترقوه الكتف القص الضلوع العمود الفقري الحوض. العظام الطويله ديت بتكون الطول اطول من العرض. العظام الشاذة ديت بيكون ليها أشكال غير منتظمة، يعني بيكون كل فقرة مثلا ليها شكل معين، زي ما قلنا الفقرات الأولى مختلفة عن التانية، مختلفة عن 3 ل7. الصدرية شكل والقطنية شكل والعجزية شكل والعصوصية شكل وهكذا. أول لما يجي يجيب لك شكل عضلات بالشكل ده كده، العضلة زي ما قلت لك اللي تلاقي حجمها كبير يبقى ديت في حالة انقباض، وهنا ديت حجمها صغير وأطول يبقى ديت في حالة انبساط. أي عضلتين في نفس المكان بيكونوا عكس بعض، لو واحدة منقبضة التانية لازم تكون منبسطة والعكس.
هنا ديت اللي حجمها كبير يبقى ديت اللي منقبضة، اللي فوق ديت حجمها اصغر يبقى ديت هنا منبسطة. ركز هنا بقى عشان الحاجات ديت بيسأل فيها كتير، اللي هي الارقام ديت. عدد عظام مفصل الكتف دول 2، التجويف الأروح ورأس العضد. التجويف الأروح يعني لوح الكتف يعني. عدد عظام مفصل الكوع 3، العضد والزند والكعبرة. والزند بيكون مشارك عن طريق التجويف خاص بيه، يبقى التجويف هنا الزند، وعشان كده قلت لك الزند بتكون داخلة لجوه في المنظر الخلفي. عدد عظام مفصل الفخذ 2، التجويف الحقي أو اللي هو يعني نصف الحزام الحوضي ورأس الفخذ. مفصل الركبة 3، الفخذ والقصبة والردفة. الشظية لا تشارك فيه. عدد عظام مفصل رزغ اليد 4، اللي هي بيكون فيه 1 من الطرف السفلي للكعبرة، وفي 3 اللي هو الصف العلوي من رزغ اليد. قلت لك رزغ اليد ده بيكون عبارة عن 8 عظام، في 3 هنا كده، بيكون في واحدة شوية هنا من ورا، وهنا بيكون في 5 أو بيكون في 4 يعني. فبالتالي هنا هو بيكون 3 فوق والباقي تحت. يبقى انت عندك هنا عدد عظام مفصل رزغ اليد بيكونوا 4، 3 اللي هما الطرف العلوي مع واحدة اللي هي الكعبرة. رزغ اليد ده عبارة عن مفصل زلالي، ورزغ القدم برضو عبارة عن مفصل زلالي. أي رزغ في الجسم عبارة عن مفصل زلالي عشان بيسمح بحركة واسعة. رزغ القدم بيتكون من 3، القصبة والشظية وعظمة كعب القدم. عدد عظام الحزام الصدري دول بيكونوا 4، قلنا 2 ترقوة 2 لوح كتف. الحزام الحوضي 2، الحوض 4 لسه قايلينها. عدد تجاويف الهيكل الطرفي 6، عندك التجاويف هنا 2، التجويف الحقي 2، التجويف الأروح و2 اللي هما تجويف الزند اللي احنا سائلينهم اللي هما بيكونوا موجودين في الكوع، واحدة يمين وواحدة شمال. عدد تجويف الحزام الصدري 2، اللي هما الاتنين الحقي، واحدة يمين واحدة شمال. الحزام الحوضي برضو نفس الكلام 2. طب عدد تجويف طرفان العلويان 2، اللي هما 2 في الكوع. عدد تجويف الحزام الصدري وطرفان العلويان يبقى 4، اللي هو 2 كوع و2 التجويف الأروح. عدد التجويف في الطرفان السفليان لا 0، ما فيهاش ديت تجاويف. الزند بيقابلها القصبة والكعبرة بيقابلها الشظية. عظمة العضد بتتمفصل مع لوح الكتف والزند والكعبرة معاهم كلهم. رزغ اليد بتشابه مع رزغ القدم في التركيب، اي حاجة تانية غير كده مختلفة. يقول لك مثلا عدد العظام، يقول لك اي حاجة تانية غير كده بتكون طبعا مختلفة كلهم. عظام الحوض في الانثى مختلفة عن الذكر زي ما قلنا في الاتساع انها بتكون اكثر اتساع. خش لي هنا بقى على المهم. الجزء ده مهم جدا جدا في حل الاسئلة. قاعدة عكس. يعني ايه قاعدة عكس ديت؟ قاعدة عكس ديت يعني اللي انت هتشوفه تختار عكسه. يعني مثلا هنا يجيب لك شكل ضلع بالشكل ده كده، ويقول لك حدد الضلع ده هو هنا يمين ولا شمال. تروح جاي راسم صورة كده وتقسمها نصين. انت عايز هنا الضلع ده طبعا الجزء اليمين، وادي ده الجزء الشمال. لو انت هنا شايف الضلع شمال يبقى هتقول لي ان الصورة ده كده او ده منظر يمين او منظر ايمن. فهنا انت شايف الضلع ده كده موجود شمال، يبقى هنا تختار العكس، يبقى ده كده عبارة عن ضلع ايمن. طب لو شايفه ايمن يبقى تختار ايسر. مفصل الكوع بقى امامي وخلفي. تعرف ازاي ان مفصل الكوع اصلا، يعني يجيب لك مفصل الكوع زي بالشكل ده كده، يقول لك ان هو منظر امامي ايمن وايسر ولا خلفي ايمن وايسر. يبقى اول حاجه انت لازم تحدد امامي ولا خلفي، وبعد كده تحدد ايمن ولا ايسر. فمفصل الكوع لو شفت عظمه الزند مش كامله يبقى ده منظر امامي، زي ده كده عظمه الزند اهي. لو شفتها عظمه الزند اللي هي مش متصله مع الرزغ، دي متصله مع الرزغ بدايه الكعبره، ديت مش متصله بدايه عظمه الزند، ما شفتهاش اهو كامله، يبقى ده كده منظر امامي. طب لو هنا ادي عظمة الزند اهي شفتها كاملة وداخلة ايه لجوه، يبقى ده كده منظر خلفي. يبقى احنا كده عرفنا ازاي هنحدد منظر امامي ولا منظر خلفي. تعالى بقى نحدد الايد هتكون منظر او ديت هيكون ايد يمين ولا شمال. من خلال قاعدة عكس. هنا بيقول لك الكعبرة لو شفتها يمين يبقى ده الدراع الشمال، لو شفتها شمال يبقى ده الدراع اليمين، العكس على طول. فين عظمة الكعبرة؟ قلنا اللي هي بتكون قدام اصبع الابهام اللي هو الصباع الكبير ده. فين عندك الصورة اهو تقسمها نصين، الزند والكعبرة. هنا ده اليمين اللي هي رايت، وادي الشمال اللي هي ليفت، يبقى انت عندك ده يمين وده شمال. انت هنا شايف الكعبرة موجودة شمال، يبقى ده الدراع اليمين فعلا اهو، ادي الراس وادي ده الدراع اليمين وادي ده الدراع الشمال، يبقى ده الدراع اليمين. طب هنا الكعبرة انت شايفها فين؟ ادي الابهام اهو، يبقى انت عندك الصورة اهي، ده الجزء اليمين وادي ده الجزء الشمال، يبقى هي موجودة في اليمين، يبقى الدراع ده كده اللي هو الدراع الشمال ليفت. طب عندك بقى بعد كده الايد هتكون يمنى ولا يسرى، يمين ولا شمال، بس لو كان المنظر خلفي. هو في المنظر الامامي احنا بنعكسها، بنعمل قاعدة عكس، اللي انت بتشوفه تختار عكسه. طب لو هو منظر خلفي يبقى هو كده كده لفها لك وعكسها لك جاهزة، يبقى اللي انت تشوفه اختاره زي ما هو. يبقى انت لو شفت الكعبرة يمين يبقى ده دراع يمين على طول، لو شفت الكعبرة شمال يبقى ده دراع شمال. فهنا فين الكعبرة؟ الزند اللي بتكون كاملة، يبقى الكعبرة هي دي، يبقى ده اسم الصورة اهو، اعمل صورة كده، ده يمين وده شمال. شايف هنا كعبرة يمين يبقى ده الدراع اليمين، شايف هنا كعبرة شمال يبقى ده الدراع الشمال.
طب تعالى نشوف مفصل الركبة. انا هقول لك كل المفاصل ممكن يجيب لك عليها اشكال. مفصل الركبة تعرفه ازاي، امامي ولا خلفي؟ لو شفت عظمة الركبة قدامك كاملة يبقى ده منظر امامي. لو شفتها مقسومة الاتنين او حتتين كده عظمتين، مش عظمة واحدة او مش عظمة الركبة، يبقى ده منظر خلفي. فلو شفت عظمة الركبة هي عظمة واحدة يبقى ده كده منظر امامي. طب لو ما شفتش الركبة اللي موجودة في النص وشفت حتتين، ادي واحدة التانية، يبقى ده كده المنظر الخلفي. طب تعال نشوف لو امامي ولا لو خلفي. تعرف ازاي ده كده الرجل اليمين ولا الرجل الشمال؟ برضو نفس الكلام، مش احنا قلنا فوق الكعبرة بالعكس؟ هنا برضو نفس الكلام، الشظية هي اللي بتقابل الكعبرة خارجية، يبقى برضو الشظية هنا بالعكس. ادي الشظية اهي، طبعا واضحة بقى ان هي صغيرة، تعمل الصورة اهي. ادي يمين وادي شمال، هنا الشظية موجودة يمين، طالما هنا الردفة موجودة يبقى ده منظر امامي، يبقى هنعكس. طالما هي موجودة يمين يبقى ديت الرجل الشمال، هنا موجودة شمال يبقى ديت الرجل اليمين، ده في حالة المنظر الامامي. طب في حالة لو كان المنظر خلفي، عرفنا ازاي ان هو خلفي؟ ان الرتبة هي مقسومة الى حتتين، مقسومة الى عظمتين، فبالتالي ده منظر خلفي. يبقى مش هنعكس بقى، هو هنا عكس جاهزة، فاللي انت تشوفه تختاره زي ما هو. يبقى فين عظمة الشظية؟ اهي موجودة يمين يبقى ديت الرجل اليمين، هنا موجودة شمال يبقى ديت الرجل الشمال. مفصل الكتف تعرف ازاي ان هو امامي ولا خلفي؟ قلت لك امامي ان هنا ده كان ما بيكونش عليها اي حاجه، بتكون سطح ملساء، يبقى ده امامي. لو لقيت في عظمه ماشيه كده بعرضها يبقى ده كده المنظر الخلفي. طب تعالى اقول لك امامي يمين ولا شمال، تعرفه ازاي؟ تعرفه عكس التجويف الاروح. فين التجويف الاروح؟ التجويف الاروح اللي هي الفتحه ديت اهي، فتروح عامل الصوره اهو، تقسمها كده، ده الجزء اليمين وادي ده الجزء الشمال. شايف هنا التجويف الاروح شمال يبقى ده كده الدراع اليمين، شايف هنا التجويف الاروح في الجزء اليمين يبقى ده كده الدراع الشمال. طب لو ده منظر خلفي يبقى نفس التجويف الاروح بقى، مش هنعكس، وعكسها لك خلاص جاهزه. تعرف ازاي ان هو منظر خلفي؟ العصايه العظمه هي اللي هي ماشيه بعرض العظمه، بعرض لوح الكتف، فبالتالي ده كده منظر خلفي. يبقى اللي هنشوفه نختاره زي ما هو. ادي الصوره اهي، التجويف الاروح هنا موجود يمين يبقى ده كده الدراع اليمين، هنا موجود شمال يبقى ده كده الدراع الشمال. طب مفصل الفخذ او عظمة الفخذ تعرف ازاي ان هو جايب لك صورة لمنظر امامي ولا منظر خلفي؟ لو لقيت عظمة الفخذ من تحت فيه تجويف لجوه وجايب لك اهو الحتتين دول، يبقى تاك مش جايب هنا عظمة الركبة، يبقى ده منظر خلفي. لكن لو مش جايب الحتتين دول والتجويف اللي هو لجوه، يبقى هنا ده كده عليه عظمة الركبة، بس هو طبعا شايلها عشان ده شكل عظمة الفخذ فقط، يبقى ده المنظر الامامي. وعرف لي الشكل ده كويس اللي هو شكل عظمة الفخذ. ادي العظمة اهي، بص الراس هنا بعيد عنها ازاي، في طالع كده زي عنق كده والراس فوقها، فده كده اول ما نشوف الشكل ده ومن تحت بيكون فيه نتوءين، يبقى ده كده على طول هي عظمة الفخذ. يبقى عظمة الفخذ بيكون الراس بعد عن العظمة وبيكون من تحت فيه نتوءين. الشكل ده مميز جدا عشان بيسأل عليها كتير. مفصل الفخذ بقى تعرفوا ازاي ان هو يمين وشمال؟ مفصل الفخذ اهو، لو هو امامي تعرفوا ازاي يمين وشمال؟ يكون نفس اتجاه التجويف الحكم. يبقى هنا ديت اللي شاذة شوية. لو هو مفصل الكتف امامي، منظر امامي، عرفنا ازاي؟ ان هنا مفيش العظمتين اللي هم في الجنب دول، مفيش التجويف اللي في النص الفاضي، فهنا تشوفه في نفس اتجاه التجويف الحكي. ادي الراس اهي رايحه التجويف الحكي هنا في الناحيه الشمال، يبقى ده كده الرجل الشمال. رايح هنا في الناحيه اليمين يبقى ده في الرجل اليمين. يبقى الاستثناء الوحيد هو مفصل الفخذ، مفصل الفخذ هو الاستثناء الوحيد. فلما تيجي تشوف بقى المنظر الخلفي، لا هنا هنعكس بقى، يبقى الحالة الوحيدة الشاذة هو مفصل الفخذ. هنا لما تيجي تبص عليه التجويف الحكي اهو، رايح هنا يمين ولا شمال؟ ادي ده اليمين وادي ده الشمال، طالما هنا شمال يبقى هنا هنعكس بقى، يبقى ده كده القدم اليمين. طب هنا هو رايح يمين ولا شمال؟ هنا رايح يمين يبقى ده كده القدم الشمال. يبقى مفصل الفخذ هو الوحيد اللي عكسهم كلهم. ادي ده كده هي المفاصل الليفيه اللي هي موجوده في الجمجمه، وادي ديت مفاصل غضروفيه اللي بين الفقرات، وادي المفاصل الزلاليه. زي ما قلت لك ادي ديت عظمه الفخذ باللون الاصفر، عظمه القصبه باللون الاصفر، وادي عضله زي ما قلت لك بيجيبها باللون الاحمر، ديت عضله. والعظمه هنا ماسكه عن طريق حاجه ديت كده، يبقى ده كده عباره عن وتر. ديت عظمه القصبه، ديت عظمه الفخذ، ديت عضله الفخذ. عندك هنا ديت كده الاربطه، ده كده الرباط ايه، ده طبعا كده اللي هو الرباط الوسطي، ده كده اللي هو الغضروف، واللي في النص الازرق ده كده اللي هو السائل المصلي او السائل الزلالي. فزي ما قلنا ده كده من الجنب اللي هو الرباط الوسطي مع القصبه، بيربط الفخذ بالقصبه، وهنا الفخذ بالشظ، يبقى ده كده اللي هو الرباط الجانبي. اللي فوق اللي باين ده الرباط الصليبي الامامي، واللي تحت اللي باين حته منه ده الرباط الصليبي الخلفي. فلو جاب لك مثلا شكل زي ده كده ويقول لك هل الشكل ده او الاشاعه ديت بتبين القطع اللي حصل في الرباط الصليبي الخلفي، طبعا لا، تقول له الصوره غير كافيه لان انت مش شايف الرباط كله. لكن لو جاب لك منظر خلفي طبعا الصوره هتكون واضحه.
ادي عضلة بطن الساق او العضلة التوامية اللي هي السمانة، وادي عظمة الكعب من تحت اللي موصل بينهم هو وتر اخير. برضو هنا شوية ملاحظات. عظمة كعب القدم بيرتكز الإنسان عليها مع باقي عظام الجسم، فبيحصل للاتزان وسهولة الحركة، فديت عظمة في الرزق، ولكن هي ليه أكبر حجم عشان وزن الجسم كله بيكون ثابت بيها على الأرض. في تشابه بين الأربطة والأوتار، إن كل منهم عبارة عن أنسجة ضامة بتتصل بالعظام. الأوتار ليها دور مشترك بين الجهاز الهيكلي اللي هي العظام والجهاز العضلي، لأن هي بتربط العضلة بالعظمة. المفاصل اللي فيها بتكون مفاصل مؤقتة لأنها بتختفي مع تقدم العمر، قلنا إنها بتتحول لأنسجة عظمية. المفصل اللي بيتكون من التقاء النتوءات فقط قلنا هو مفصل الركبة. عدد الأربطة بيتوقف على عدد العظام، لأن مثلا لو في عظمتين يبقى كده في بينهم رباط واحد، زودت كمان عظمة هيبقى كده عدد الأربطة هيتغير، يبقى عدد الأربطة بيتوقف على عدد العظام. لكن نوع الحركة، لو كانت مثلا حركة واسعة ولا حركة مش واسعة، بيتوقف على مرونة الرباط. ليه مرونة الرباط؟ لأن احنا قلنا الرباط هو اللي بيسمح باتجاه الحركة، فكل ما المرونة بتاعته تزيد يبقى يسمح باتجاه حركة أكتر. فيجي مثلا يقول لك الناس اللي هي بتفتح الحوض جامد وبتروح قاعدة كده على أو بتفتح الحوض جامد يعني، ديت كده بتعملها ازاي؟ بسبب مرونة الأربطة، لأن هي اللي بتحدد اتجاه الحركة. فلو واحد قاعد كده اهو وفارد رجله هنا ورجله هنا قاعد كده على الحوض، يبقى طبعا ده كده بسبب مرونة الأربطة، عنده الأربطة مرنة جدا. أنواع الغضاريف وديت يعني هي مش مهمة أوي، بس لو عايز يعني تقراها اقراها. وظيفة الغضاريف إن هي بتدعم الأنسجة الرخوة، برضو ديت مش مهمة أوي، برضو لو عايز تقراها اقراها، ديت كلها يعني معلومات إضافية مش هتخسر. عايز تقراها اقراها، مش عايز تقراها برضو براحتك مش مشكلة. وإن شاء الله هنزل لكم PDF ده على جروب الواتس وجروب التليجرام. يوجد بين الفقرات العجزية والفقرات العصاصية مفصل غضروفي، ده هو اللي بيكون رابط الاتنين دول ببعض، وتحديدا يعني الفقرة العجزية الأخيرة والفقرة العصاصية الأولى عديناهم المرة اللي فاتت. الأوعية الدموية اللي بتغذي الجزء السفلي لعظمة القص طبعا هتكون صفر، لأن هي عبارة عن جزء غضروفي، والغضاريف لا تحتوي على أوعية دموية. لما يجي يقول لك الاوتار اكثر التاما للجروح من الاربطه، طبعا ده صح. ليه؟ لان الاوتار بتكون ماسكه العضلات بالعظام، لكن الاربطه العظام فقط، والعضلات بيكون فيها اوعيه دمويه اكتر من العظام، فعشان كده الاوتار بتكون اكثر تاما للجروح من الاربطه. وطبعا اقل واحده هي الغضاريف لان هي لا تحتوي على اوعيه دمويه. جميع فقرات العمود الفقري فيها مفاصل غضروفية، قلنا ما عدا الفقرات العجزية والعصاصية دول بيكون بينهم مفاصل ليفية، والعنقية الأولى والتانية بيكون بينهم مفاصل زلالية. المفاصل الغضروفية أو الغضروف ده قلنا عبارة عن مادة رقيقة شفافة. أكتر عناصر مكونات الجهاز الهيكلي ده بتكون موجودة في المفاصل الزلالية، زي ما شفنا فيها الأربطة والأوتار والعظام والعضلات والسائل المصلي والسائل الزلالي والغضاريف، كل حاجة موجودة. اللي بيصل نسيجين متماثلين يبقى انت عندك هنا الأربطة، وطبعا الغضاريف بتكون موجودة بينهم. المدى اللي بيتحرك فيه المفصل ده بيتحدد بوجود الأربطة. فلما يجي يقول لك احنا نوصل نسيجين متماثلين، يقول لك هنا س وصاد دول نفس نوع النسيج، في حاجة هنا بينهم، وهنا مثلا وليكن ألف ده بيوصل بينهم، طالما س وصاد من نفس نوع النسيج يبقى ألف ده رباط بيوصل بينهم، وده كده هيكون اللي هو المفصل التقاء عظمتين. طب لو قال لك س وصاد من نسيجين مختلفين، يبقى واحدة فيهم عظمة واحدة فيهم عضلة، وبالتالي ألف ده هيكون كده عبارة عن وتر. كل العظام تتصل ببعضها عن طريق أربطة، غلط، لأن في عظام بترتبط بأنسجة ليفية زي عظام الجمجمة. المفاصل اللي هي لا تحتوي على أربطة هي المفاصل الليفية، لأن ده أصلا أغلبها زي ما قلنا لا يسمح بالحركة. لما يجي يقولك قدرة لاعيبة الجمباز وقدرة لاعبي الباليه على أداء الحركة، الجمباز ده بيكون بسبب مرونة الرباط، الباليه ده بيكون بسبب زيادة قوة وتر أخيل، يعني واحدة فيهم رباط واحدة فيهم الوتر. طبعا الرباط مرونة والوتر قوة، فلما يقول لك الجمباز فيها الميم يبقى ديت كده بسبب مرونة، والمرونة دي بتكون موجودة في الأربطة. الباليه يبقى ديت كده اللي هو وتر أخيل. طبعا ديت خلاص قلناها. الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي، حالة الوصل بينهم الأوتار. سبب أفضلية الهيكل الداخلي عن الهيكل الخارجي ده اتلغت، وإن شاء الله هشيلها لكم الملف قبل ما أنزله. لما يجي بقى يكلمك على الترتيب من حيث سرعة التئام الجروح، أسرع حاجة العضلات، بعد كده الأوتار، بعد كده العظام، بعد كده الأربطة، بعد كده المفاصل. وزي ما قلنا المفاصل هي عبارة عن مكان زي ما قلنا. واخر حاجة الغضاريف، فالغضاريف ديت هي ابطأ حاجة لان هي خلية من الاوعية الدموية. وادي الانسجة الليفية مع تقدم العمر هي في الاول بتكون ثابتة، وبعد كده بتبدأ انها تقل. كده خلصنا اول درس دعم في الكائنات الحيه. تعالى برضو نروح هنا على الهيكل العظمي. انا اعتبر خلاص خلصت كل حاجه، بس كل حاجه برضو ما تشوفها على الهيكل العظمي يكون افضل. احنا النهارده اتكلمنا على ايه؟ احنا النهارده اتكلمنا على
الهيكل الطرفي المحوري، عفوا اتكلمنا النهارده على الهيكل الطرفي اللي هو الحزام الصدري والحزام الحوضي، والطرفان العلويان والطرفان السفليان. فتعالى اوري لك كل حاجه. ادي عظمه الترقوه اهي. عظمه الترقوه ديت عظمه باطنيه موجوده من الناحيه الباطنيه من الامام اهي، متصله برباط. ادي الرباط اهو رابط عظمه القص بعظمه الترقوه، يبقى متصلين ببعض، اي عظمتين ماسكين في بعض عن طريق رباط. عندك من الناحيه الخلفيه العظمه خلفيه اهي من ورا عظمه لوح الكتف. فبص الترقوه بتروح جايه لفه من ورا اهي، بص جت من ورا اهي من الجنب عشان تتصل من ورا بعظمه لوح الكتف اللي هو فيه النتوء. يبقى عظمة لوح الكتف قلنا الطرف الداخلي اللي هو من هنا ده كده بيكون عريض من جوه، لكن الخارجي قلنا بيكون فيه نتوء اهو اللي هو بيتصل بيه الترقوة، وكمان بيكون من هنا فيه تجويف اللي هيتصل بيه عظمة العضد. طب تعالى كده اما نشوف الحاجات ديت. عندك انا وشكل، تعالى نجيب الشكل ده. الشكل ده هو مركز هنا على الهيكل الطرفي، فادي يجيب لك اهو الهيكل الطرفي. ادي الترقوة لوح الكتف، وادي عظمة لوح الكتف. تعال نشوف الاتصال كده بينهم بيحصل ازاي. عندك عظمة الترقوة اهي، وادي عظمة لوح الكتف، وادي عظمة العضد. تعالى كده نشوف ايه اللي حصل بينهم. ادي عظمة لوح الكتف اهي، ده كده اللي هو الطرف الداخلي العريض، وادي ده الطرف الخارجي. قلنا الطرف الخارجي هنا فيه نتوء عشان تتصل بيه الترقوة، وهنا فيه التجويف الاروح عشان تتصل بيه رأس عظمة العضد. بص رأس عظمة العضد مش بعيدة زي عظمة الفخذ، فبص ادي عظمة الفخذ اهي، الراس بتاعتها داخلة في التجويف اللي هنا، وادي عظمة الترقوة بتكون موجودة في النتوء ده اللي هو قلت لك العظمة اللي هي بتكون جاي من ورا ده كده. فادي ده المنظر الخلفي، وادي ده كده اللي هو المنظر الأمامي. تعال نشوف ده كده لوحدها. بص هنا التجويف ده كده اللي هو التجويف الحكي، بص هنا مش عميق، لكن لما تيجي تبص مثلا، تعال عشان نكون لسه رابطين الأفكار ببعض، تعال نشوف كده اوريك التجويف الحقي. احنا شفنا دلوقتي كده التجويف الاروح مش عميق قوي، تعال بقى كده بص على التجويف الحقي وهنشوف العمق بتاعه يكون قد ايه. بص هنا الفخذ داخله في تجويف عامل ازاي، يعني طبعا واضح هنا ان هو عميق. ادي هنا ده كده اللي هو التجويف الحقي. بص هنا التجويف الحقي عامل ازاي، هنا التجويف الحقي عميق قوي. تعالى كده نرجع الصورة عشان عايز اجيبهم لك الاتنين قصاد بعض عشان تبقى ملاحظ الفرق وتبقى فاهم كويس. يعني احنا كده دلوقتي اهو، احنا كده معانا الجزء ده والجزء ده والجزء ده، ادي ده كده الحوض اهو عشان نجيب التجويف الحقي. تعال نطلع فوق على لوح الكتف عشان اوري لك التجويف الاروح، عشان تشوف ليه مفصل الكتف بيكون اكثر ثباتا. اهو لما نيجي نبص كده على الاجزاء ديت، ادي التجويف اهو اللي هو التجويف الاروح. بص انا التجويف الاروح طبعا مش عميق، لكن لما تيجي تبص على التجويف الحقي بقى، بص التجويف الحقي هنا عامل ازاي. ادي التجويف الحقي اهو، طبعا واضح هنا التجويف الحقي اكبر واعمق بكتير جدا. بص نازل لتحت مسافه قد ايه، لكن التاني مش نازل اصلا مسافه لتحت. فده كده الفرق بين التجويف الحقي والتجويف الاروح. قلت لك عظمه الترقوه بترتبط بالقص في اول جزء، فلما تيجي تبص على اول جزء ده كده، ادي اول جزء اهو. عايزين نجيب هنا كده عظمه القص، وادي عظمه الترقوه. عظمه الترقوه متصله فين، عظمه الترقوه متصله في اول جزء ده. ادي عظمه الترقوه، فاول فتحه ديت زي ما قلت لك هي ديت مسؤوله عن الترقوه من كل جانب. اللي تحتها على طول ده الضلع الاول، الاتنين دول الضلع التاني، وده كده الضلع التالت، ده الضلع الرابع، وهكذا. يبقى احنا هنا عايزين اول حته من فوق، اول حته من فوق ديت كده، الحته ده اهي، ديت كده اللي بترتبط بيها الترقوه من كل جانب، من هنا ومن هنا. يبقى ده كده اتصال الترقوه مع القص من الامام. وادي طبعا عظمة لوح الكتف اهي، هي عبارة عن عظمة ظهرية مثلثة واخدة شكل المثلث اهو. الطرف الخارجي بيكون مدبب زي ما قلنا اهو، الجزء ده كده اللي هو بيكون مدبب، والطرف ده كده بيكون عريض. ادي ده المنظر الخلفي، وادي ده المنظر الامامي. طب تعالى بقى نشوف بعد كده الطرفان العلويان. ادي ده كده اول حاجة اللي هي عظمة العضد،
بعد كده عندك هنا اللي هو مفصل الكوع. لما تيجي تبص بقى على العظام، العظمه اللي قدام الصباع الكبير، ادي الصباع الكبير اهو اصلا. الصباع الكبير ده قلت لك ان هو بيتكون من سلميتين. تعال نشوف السلميات كده. ادي السلميه الاولى اللي هي الحته دي الصغيره دي، وادي السلميه التانيه. لكن بص بقى الاصابع الاولى، ادي الاولى اللي تحت دي، وادي التانيه، وادي التالته، الاولى التانيه التالته، وهكذا. العظمه اللي بتقابل الابهام ومتصله بالرزغ يبقى ده كده عظمه الكعبره، والتانيه يبقى اكيد ده كده اللي هي عظمه الزند. عظمة الزند لو لقيتها مش كاملة يبقى ده كده منظر أمامي. يبقى أنت هنا شايفها هي مش كاملة، أدي عظمة الزند هي مش كاملة، يبقى ده كده منظر أمامي. لكن بص في المنظر الخلفي، بص هتبقى عاملة إزاي. هتلاقيها راحت داخلة لجوه أكتر كده، دخلت لجوه يبقى باينة كده قدامنا هي كاملة. يعني شيل رابطها عشان تبقى واضحة. بص هنا عن طريق تجويف الزند بتروح داخلة لجوه، يبقى ده كده هو عبارة عن المنظر الخلفي. يبقى عرفناه إزاي؟ من خلال الزند. عايزين بقى نشوف الحوض. لما اجي اقول لك الحزام الحوضي، فين هنا عظمه الحركفه؟ ادي عظمه الحركفه اهي، ده كده عظمه الحركفه، وده بتكون موجوده ظهريه. العظمه ديت كده اللي من قدام اهي، ديت كده اللي هي عظمه العانه. العظمه اللي تحت ديت كده اهي، ديت كده ديت اللي هي عظمه الورك. فبالتالي ديت حركفه، ديت العانه، ديت كده الورك. الاتصال بينهم اللي في النص ده كده، ده كده بيكون عباره عن مفصل غضروفي، والاتصال ده في منطقة الارتفاق العاني. وطبعا زي ما قلت لك هنا في التجويف الحقي، وده بيكون عميق عشان تتصل بيه رأس عظمة الفخذ. لما اجي اقول لك عدد عظام الحزام الحوضي 2، عدد عظام الحوض هتزود هنا الفقرات العجزية، وهتزود برضو معاها الفقرات العصعصية. يعني انت عندك ادي ده كده اهي اللي هي عظمة الفقرات العصوصية، وادي عظمة الفقرات العجزية، وادي عظمة اللي هي لوح الكتف، عظمة اللي هي نصف الحزام الحوضي من هنا، وعظمة نصف الحزام الحوضي من هنا. وبالتالي ده كده كل حاجة على الحزام الحوضي. فاضل بس هو الطرف السفلي. الطرف السفلي ادي عظمة الفخذ اهي، طبعا واضح ان هي عظمة طويلة، اطول عظمة في الجسم. ادي الرباط الصليبي الامامي هو اللي هو من قدام، اللي هو رابط الفخذ بالقصبة، ده كده اللي هو الرباط الصليبي الامامي. لكن لما تيجي تبص من ورا بقى، هتلاقي اللي هنا ده كده اللي هو الرباط الصليبي الخلفي، بدل الرباط الصليبي الخلفي، واللي من قدام ده كده اللي هو الرباط الصليبي الامامي. مفصل الركبه تعرفوا ازاي ان هو امامي ولا خلفي؟ زي ما قلت لك ده منظر امامي. عرفت ازاي؟ ان هنا مفيش العظمتين اللي في الجنب، لكن بص من ورا، ادي فيه العظمتين اهو واضحين. ادي العظمه ديت اهي، وادي العظمه ديت اهي، وبيكون في تجويف كده لجوه، عظمه اهي وعظمه اهي، يبقى ده كده المنظر الخلفي، وادي ده كده المنظر الامامي. كده احنا قلنا كل حاجة. بس تعالى بس انزل كده على الكعب تحت عشان اوري لك عظمة كعب القدم اللي هي اكبر عظمة، ونكون كده خلصنا كل العظام. ادي القدم اهي. قلنا الرزغ هنا بيكون فيه كعب القدم. طبعا هي كلها بتكون عبارة عن اربطة، لان اي عظمة في الجسم ماسكة في عظمة تانية عن طريق اربطة. ادي العظمة الخلفية اهي اللي هي عظمة كعب القدم. بص ديت بالنسبة لباقي العظام اللي موجودة في الرزغ، طبعا واضح اهي ان هي اكبر عظمة. بص العظمة دي لوحدها قد ايه، فواضح ان العظمة ديت اهي هي اكبر عظمة موجودة فيهم. ادي ده كده عظمة واحدة من عظام الرسغ اللي هي عظمة كعب القدم. كده احنا خلصنا كل حاجة. اتمنى يكون الدرس سهل بالنسبة لكم، واحنا حالين الدرس ده من كتاب الامتحان وكتاب التفوق، خلصنا الفصل كامل منهم، وكمان بنحله دلوقتي من كتاب الدليل. فياريت لو انتوا مستفيدين من القناة من الشرح والحل، شير الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا هما كمان. ما تنساش ان الدال على الخير كفاعله. شكرا لكم على المشاهدة، كان معكم مستر احمد شراوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.